النشيد الوطني الجزائري لناصر داخلي. حرارة كبيرة إذا في ملعب مصطفى تشاكا هناك في البليدة. يبدو أن اللاعبين حماس كبير جدا، دخلوا في المباراة قبل بداية المباراة. هذه لازم عليك، هذه حاجة إيجابية للاعبين. نعم. لازم تكون ديجا محضر معنويا نفسانيا وبدنيا وخاصة تكتيكيا، تكون من دخل في المباراة من الدقيقة الأولى، لازم تكون دخلت حتى في وقت يكون فيه تسخينات ولا هنا وين تكون داخل المباراة. نعم. لازم تعيش هالمباراة هذه. نعم. لازم تلعبها فوق الميدان إن شاء الله. سيمون دي، هذه تشكيلة منتخب بوركينا فاسو، لكن روح رياضية كبيرة شاهدناها قبيل بداية هذه المباراة. نعم، روح رياضية عالية. تبقى هي مباراة كرة قدم، والرهان لا يجب أن يتجاوز حب الرياضة والاحتراف. في غيابات نعم، بونسي الذي لعب في الذهاب لم يلعب اليوم، وكذلك التجري الذي متعود على اللعب كمدافع نارع في وسط الميدان. إذا فريق بوركينابي مختلف عما كنت أتوقعه، ومع تعزيز في الدفاع رأيت كذلك وامبا الذي كان يلعب في وسط الميدان. أعتقد أنهم اختاروا عدم قبول الضغط. شكرا جزيلا لك كابتن رفيق، شكرا جزيلا لك. إذن سنحاول الآن أن نذهب مباشرة إلى معلقينا على القناة الأولى. سيكون معكم حفيظ دراجي إذا القناة الصوتية الأولى، وأيضا عادل خلو على القناة الصوتية الثانية. إذن حظ سعيد للمنتخب الجزائري في هذه المباراة ليكون ممثلا وحيدا للعرب. حظ سعيد للجميع. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. هو نشيد الجزائر قسما الذي ردده اللاعبون ودوى حناجر الآلاف من المناصرين في مدرجات ملعب مصطفى تشاكا بمدينة البليدة التي تبعد حوالي 50 كيلومتر عن الجزائر العاصمة، وردده دون شك ملايين الجزائريين في كل بقاع العالم، ويردده أيضا الكثير من العشاق ويمجده الإخوان في عالمنا العربي ممن وقفوا دوما مع المنتخب الجزائري ومع الجزائر منذ حرب التحرير، وكلهم أمل اليوم في أن يتردد هذا النشيد كثيرا في مدن ساو باولو برازيليا وريو دي جانيرو 2014 في المشاركة الثانية أو والرابعة أيضا في تاريخ الجزائر. طبعا نقول هذا الكلام بكل تحفظ مشاهدي الأفاضل، لأن الأمر يتعلق بمباراة في كرة القدم أمام منتخب بوركينابي يملك الكثير من المقومات أيضا والقدرات التي تجعله يدخل التاريخ بدوره، خاصة بعد فوزه في لقاء الذهاب ب3 أهداف مقابل هدفين منذ شهر بالضبط. الأجواء فريدة من نوعها مشاهدي الأفاضل، تعيشها الجزائر هذه الأيام ويعيشها الجزائريون مع أول انطلاقة من صوتيات فقودها الجريمة والتوزيع غير موفقة. في وقت كنت أتحدث عن الأجواء الكبيرة جدا
امام بوركينا فاسو في موعد مع التاريخ لا يمكن تفويته، لان هناك مواعيد مع التاريخ لا يجب تضييعها، او على الاقل يجب بذل الجهد كل الجهد من اجل اداء مباراه كبيره لا يندم بعدها الجزائريون على عدم سعيهم للتاهل الى المونديال. اجواء فريده من نوعها اذا مشاهدينا الافاضل عاشتها الجزائر هذه الايام ويعيشها الجزائريون اليوم بمناسبه مباراة العودة الفاصلة أمام بوركينا فاسو التي يلعبها المنتخب الجزائري بتشكيلة لأول مرة تلعب بهذا الشكل، تشكيلة مغايرة فيها الكثير من المفاجآت، على رأسها الحارس محمد لامين زماموش الذي يلعب لأول مرة في حياته مباراة رسمية مع منتخب الجزائر. كان سبق له أن لعب مباريات ودية ولعب كاحتياط، أما رسمية فهذه أول مرة يلعبها. كرة صعبة لصالح منتخب بوركينا فاسو، تمريرة خطيرة الحكم صفر، الحكم صفر، الحكم صفر، يا سلام، الحكم صفر يا سلام، تحت إدارة الحكم السنغالي بدر ديابا. سيدخل الجزائريون اليوم كما قلت بتشكيلة مختلفة تماما مع محمد لامين زماموش في الحراسة، خوالد على الجهة اليمنى أول مباراة رسمية، فوزي غلام على الجهة اليسرى 21 سنة، مجيد بوقرة في وسط الدفاع رفقة تكا المجاني، وسط الميدان مهدي مصطفى ومهدي الحسن وياسين إبراهيمي، الجهة اليسرى سوداني، الجهة اليمنى فغولي، وراس الحربة إسلام سليماني. طبعا لاحظتم مشاهدينا الأفاضل غياب يبدا بايدير ومصباح موجودين في كرسي الاحتياط، غياب أيضا بسبب العقوبة المسلطة عليهما كل من قديورة وكذلك بالقلم. قلت بأن الحكم السنغالي هو الذي يدير هذه هي المباراة. كم ستكون المباراة صعبة، كم ستكون المباراة صعبة، ويكون فيها الضغط شديد على الجزائريين معنويا وبدنيا وفنيا، رغم أنهم لم يسبق لهم أن خسروا على ميدان مصطفى تشاكر في 19 مباراة لعبوها لحد الآن، ولكن قلة خبرة بعض اللاعبين في مثل هذه المواعيد قد يكون له تأثير وتأثير أيضا كبير، خاصة في بداية المباراة كما نلاحظ هذا الارتباك الأولي في البداية مع أول كرة على الجهة اليمنى لنصر الدين خوالد، يرجع مباشرة لحارسه محمد لامين زماموش. نتمنى أن تمسك الكرة الأولى يا محمد زماموش. أنا الآن أتذكر في فوزي شوشي عندما لعب مباراة فاصلة أمام مصر 4 سنوات من قبل، وهو الذي لم يكن أساسيا آنذاك. طبعا سيكون كلام اخر عن الجرأة التي تحلى بها ضايد اليونزيك في اقحامه لمحمد لامين زماموش، مع احترامنا لقدراته هو احسن حارس اليوم في الجزائر، ولكن في هذه المباراة اليوم يغامر ويتجرأ على احداث هذا التغيير. طبعا يبقى الامر لا يمكن ان يفعله سوى فايد اليلوزيتش. طبعا نبضات القلوب مشاهدي الافاضل تزداد خفقانا، والحمى سترتفع من دون شك اثناء المباراة، والاعصاب ستتوتر ايضا من دون شك. ومن لا يقدر على مرافقتنا، من لا يقدر على مرافقتنا فننصحه بتغيير القناة لمشاهدة رسوم متحركة أو شيء آخر في قنوات أخرى، ولكنني مع ذلك أدعوكم للبقاء معنا لأنني متفائل مثل الكثير منكم بتأهل تاريخ اليوم، وإن لم يحدث لا قدر الله فخيرها في غيرها. وصحنا نخضع لأحكام كرة القدم ونخضع للقدر. المباراة انطلقت منذ 4 دقائق، الجزائريون يبحثون عن أول تهديف ولا شيء شاهدنا لحد الآن. سفيان فغولي يوصل على الجهة اليمنى لياسين إبراهيمي، انطلق سليماني، تجمع عدد كبير جدا من لاعبي منتخب بوركينا فاسو، يوصل على الجهة اليمنى كرة لصالح خوالد، عنده الكرة خوالد ناقص خبرة ناقص تجربة، أي نعم هو لاعب أساسي في فريق اتحاد العاصمة، واحد من أكثر الفرق واحسن الفرق في الجزائر. طبعا كان شيء متوقع مثل هذه البدايه، لا تقلقوا كثيرا، كان شيء متوقع بدايه من هذا النوع وبهذه الكيفيه. الارتباك ما ننساوش بانه اليوم يلعبون امام ضغط كبير امتد لمده شهر، ازداد اكثر في الايام القليله الماضيه من قبل جماهير جزائريه عاشقه لمنتخب بلدها وعاشقه ايضا لبلدها. للاسف تجد فرحتها وزهوتها ونشوتها خاصة في كرة القدم وفي منتخب بلادها الذي صنع الكثير من أفراحها. نتذكر جيدا ماذا صنعه منذ 4 سنوات. الكرة في الخطأ لصالح دفاع منتخب بوركينا فاسو، بكاري كوني قلب دفاع نادي ليون. لاحظتم معي التنظيم الجيد والكثافة العددية على مستوى الخط الخلفي لعناصر بوركينا فاسو. كرة من مهدي مصطفى طويلة، البحث عن سليماني، سيكون معزول سليماني اليوم، سيكون معزول سليماني. مهدي مصطفى مرة أخرى، البحث من هناك على الجهة اليسرى على العربي هلال السوداني. سفيان فغولي ضيع الكرة لم يسترجعها، مهدي مصطفى بعيد عليه. كأن عناصر المنتخب الجزائري تقل شوية في هذه البداية، مرتبكين على الوجه نشاهدوه على خط التماس. التغطية من مجيد بوغرة يا بيترويبا يا مجيد، وضربة مرمى يقول حكم المباراة. حذاري من بيترويبا، حذاري يا مجيد يا بوغرة من بيترويبا.
لعبنا لحد الآن مشاهدي الأفاضل 6 دقائق لعب الجزائريون، لم يبدأوا بعد، لم يلعبوا بعد، لم نشاهدهم بعد. أقول مرة أخرى بأنه شيء عادي وطبيعي بسبب الضغوطات الكبيرة جدا. مهدي مصطفى عنده الكرة الآن في وسط الميدان، وصل لياسين إبراهيمي، راح يكون اليوم خلف الثلاثي سفيان فغولي وكذلك إسلام سليماني بالإضافة إلى هلال السوداني. هاو ما طلب منهم فايد الوزيد، احتفاظ بالكرة في بداية المباراة حتى تتعودوا عليها، حتى تطمئنوا قليلا، حتى تكسبوا الثقة في النفس. لا يا مصطفى، لا يا مصطفى، لا يا مصطفى. تمريرة من هناك على الجهة اليسرى توصل مباشرة لهلال السوداني، يلعبها مع فوزي غلام اللي خدا مكان اليوم جمال مصباح. فوزي غلام مدافع سان تيتيان 21 سنة في عمره فقط. فوزي غلام. مزيد بوكرة الوحيد موجود فوق أرضية الميدان ممن شاركوا في التأهل إلى مونديال الجنوب أفريقيا. كرة ممتازة البحث عن إسلام سليماني وكاد يوصل إلى السوداني، وانطلق من هناك عن طريق فوزي غلام. توزيعاته ممتازة. فوزي غلام لإسلام بالراس وكون يتدخل، ترجع لياسين إبراهيمي. إبراهيمي واحد من أفضل المراوغين في الدوري الإسباني في نادي غرناطة الإسباني. تقولون أقول شيء آخر أي كلام؟ لا، هي بالأرقام واحد من أحسن المراوغين. انطلق على الجهة اليسرى مع الخطير والمتميز نحكولما، والتغطية هنا من قبل قلب الدفاع كالمجاني. الشيء الجميل في المنتخب أنه يبدأ هذا يبدأ من دون ارتباك لحد الآن. هو ليس مرتبك تماما. المنتخب الجزائري بادي يعرف بأنه بدا في ظروف صعبة هذه المباراة، ولكن يبدو عليه أنه رزين. شوف عناصر منتخب بوركينا فاسو كيف هي أيضا تطبق نفس الفلسفة، تحاول الاحتفاظ بالكرة. الاحتفاظ بالكرة معناها حرمان المنتخب الجزائري من الكرة، معناها أن تجنب الخطر من جانب عناصر المنتخب الجزائري. كرة في وسط الميدان. الشيء الملفت في تشكيلة المنتخب الجزائري انه ما عندناش اليوم لاعب قائد للتشكيله، القائد فني يعني من الناحيه الفنيه اللي يقود العمليه. سفيان فغولي عمره 24 سنه، لاعب نادي فالنسيا، ما زال له الكثير من الوقت مثل الكثير من اللاعبين من ينقصهم، منهم بحاجه الى الكثير من الوقت. كره في وسط الميدان، شال كابوري يضيع الكره، يسترجعها مهدي مصطفى، ممتازه منه عفوا، يسترجعها وسط الميدان مهدي الاحسن، وانطلق من هناك عن طريق ياسين ابراهيمي. ياسين ابراهيمي مع هلال السوداني، توغل من هناك هلال السوداني، هلال السوداني، يا هلال، التوزيعه ممتازه ولكن التغطيه رائعه عن طريق بكاري كوني، ينقذ الموقف وانطلق بوركينابي. حذاري يا مجيد، حذاري يا مجيد. التغطيه هنا من نصر الدين خوالد مباشره في وسط الدفاع ناحيه كالمجاني، يخرج له مهدي الاحسن. طبعا شيء مطمئن ما نشاهد حتى الان، البدايه كانت شويه صعبه، ما نشاهد الان شويه مطمئن. الاحتفاظ بالكره بهذا الشكل من اجل التخلص من الضغط الكبير المفروض على اللاعبين. مباراه فاصله قاتله، مباراه مثل هذه انك تلعب مونديال في مباراه واحده او مباراتين، امر صعب جدا. انطلاقه من هناك هلال السوداني، هذا منه سوداني وزعها في القائمه الثانيه، خطيره بعيده على سفيان فغولي. يا سفيان لم يتمكن من هذه الكره، محاولة المراوغة وانطلاقة والتغطية، والحكم خلى الأفضلية وانطلاقة صعبة لصالح المنتخب البوركينابي. نقول هاي يا مجيد من دون خطأ من أمام نقول هاي يا مجيد، خرج لنا الكرة من فضلك، لأننا بحاجة إلى هذا الوقت حتى نتنفس، حتى ننظم صفوفنا، ما دام أنه جاك نقول سقط على أرضية الميدان. المنتخب الجزائري في حاجة إلى هذا الفراغ وهذا التوقيت لكي يسمح لفايدا للوزيد بإعادة ترتيب البيت وتنظيم الصفوف. لحد الآن في هذه البداية التدخل كان قوي جدا، تدخل من طرف مجيد بوقرة. مباراة رقم 60 مع المنتخب الجزائري، أقدم عنصر في التشكيلة الجزائرية أمام أنظار فايدا ليلوزيتش. نستني المباراة في الحديث عن اللاعبين الاحتياطيين الموجودين في هذه الأمسية مع حسن يبدأ، جمال مصباح، فؤاد قدير، رئيس مبولحي، رفيق جبور، إسحاق بالفضيل، عبد المؤمن جابو، سيدريك سي محمد، علي ريال، ياسين كادامورو، سفير طيدير، بالإضافة إلى عيسى مندي اللاعب المنضم حديثا إلى المنتخب الجزائري. كرة من محمد لامين زماموش، أنا أتمنى أنه يمسك كرة صعبة محمد لامين زماموش في بداية هذه. لا يا مهدي، لا يا مهدي، لا يا مهدي، في الأرجل كرات مثل هذه لا يمكن ولا يجب أن تضيع. كرات مثل هذه طبعا سيكونون بحاجة إلى وقت لكي يتخلصوا من الضغط الكبير. مباريات هذه مباراة لاعبين المخضرمين اللي عندهم 20 و30 و40 و50 مباراة. نصر الدين خوالد مباراته الثانية فقط، فوزي غلام الثالثة فقط، عدد كبير من ياسين ابراهيمي الثالثة فقط. هذا ليس عذرا على كل حال، ولكن هذا هو منتخب الجزائر اليوم، المنتخب الذي نعول عليه في المستقبل سواء في المونديال المقبل او في نهائيات كاس افريقيا المقبله، لانه العمل الذي انجز لحد الان شئنا ام ابينا كنا مع او ضد هو عمل جبار ورائع جدا بشهاده الكثير من الفنيين المحايدين الذين يعرفون الكرة. يا محمد يا لمين، يا محمد لا يمين،
موجز الامطار الغزيره التي تهطلت على مدينه البليده وعلى الجزائر، ان شاء الله تكون امطار خير، ومع ذلك لم تؤثر على ارضيه الميدان. هلال السوداني هاي من هناك، هاي الهلال، اين انت ذاهب يا هلال؟ اين انت متوجه يا هلال؟ حذاري 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 حذاري، انت متاخر يا ياسين، انت متاخر. كره في العمق صعبه وخطيره، اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا، كاد يسجل هدف ضد مرماه. احسنت يا محمد لامين زماموش. كره في وسط الميدان، مهدي الحسن عنده الكره الان. سفير طيدر موجود في كرسي الاحتياط، حسن يبدا موجود في كرسي الاحتياط، لاعبين متميزين في كرسي الاحتياط، ولكن خانتهم المنافسه. تعرفون بان البلحي لم يلعب سوى مباراه واحده من بطولات الموسم، تعرفون بان عدد كبير جدا من اللاعبين لم يتجاوز دقائق لعبهم اكثر من 90 دقيقه، عددهم كبير جدا. بالنسبه للمنتخب الجزائري يلعبون في احسن النوادي، اي نعم، على غرار بلفوديل لم يلعب اكثر من 60 دقيقه. لن نلومك ابدا، لا الان ولا بعدين ولا بعد نهايه المباراه مهما كان الحال، لانك انت حارس جزائري ودولي، والمدرب وضع في الثقه وسالك هل كنت قادرا، فقلت له نعم انا قادر على تعويض مبولحي. هذه هي الامسيه. لحد الان 12 دقيقه لعب مشاهدي يرى فاضل من دون تسجيل، 0 مقابل 0. لازم يخرجوا الجزائريين هذا النفس الاول في الكره، اللاعبين لازم يخرجوا هذا النفس الاول وهذا الارتباك الحاصل على التشكيله الوطنيه، والجمهور لا يجب ان يتوقف تماما عن تشجيع منتخب بلاده. هو لم يتوقف في حياته عن تشجيع منتخب بلاده ولن يتوقف. كرة في وسط الميدان، مهدي الحسني وصل عليه هلال السوداني امام مجموعه من اللاعبين، يرجع للخلف مباشره لماجد بوقرة، يلعب من هناك مع فوزي غلام. لست غلاما اليوم يا فوزي، يجب ان تكون سيدا اليوم يا فوزي، يجب ان تكون سيدا اليوم. وكذلك نصر الدين خوالد لاعب فريق اتحاد العاصمه، اللاعبان المحليان الوحيدان الموجودان في التشكيله الاساسيه اليوم، طبعا الحارس محمد لامين زماموش وخوالد كلاهما من فريق اتحاد العاصمه. كره من هناك على الجهه اليمنى عن طريق باليما. مش عارف اذا ذكرت تشكيله منتخب بوركينا ام لا، اخذتني المباراه مثل ما اخذتكم انتم ايضا، معلش ساذكر بها بعد حين. هاي المراوغه من ياسين ابراهيمي، فاين المراوغه ياسين ابراهيمي كان يبحث عن تمرير في العمق، ثم مهدي الحسن وصل متاخرا على هذه الكره. الحكم يقول خطا للجزائريين. تشكيله بوركينا دياكيتي، باليما، بانانتيكيري، وسط الدفاع ياغو، وكذلك كوني، سونغو، كابوري، كوني، روامبا على الجهه اليسرى، بيترويبا وبريجيس ناكولما اللي راح يكون اليوم في الخط الامامي في غياب بونسي موجود في كرسي الاحتياط، في كرسي احتياط منتخب بوركينا فاسو في هذه الامسيه، على غرار الان تراوري اللي كان غايب في المباراه الاولى اليوم موجود في كرسي الاحتياط. الجزائريون ننتظر منهم ان يتخلصوا من عقده الدقائق الاولى، ان يخرجوا النفس الاول، هكذا يسمى لكل يسوق في لعبه كره القدم، يخرجوا هذا النفس الاول، بعدين ينطلقوا من دون شك، يتعودوا على هذا الضغط، يتعودوا على الجماهير. المخالفه لصالح سفيان فغولي ولصالح المنتخب الجزائري. بدارات دياتا يقول لك لما اصفر يا سفيان، لما اصفر يا سفيان. هذا اليوم كان طويلا على الجزائريين، كان طويلا على الجزائريين الذين اجتاحوا مدرجات الملعب منذ 8 صباحا. الكرة في المخالفة لصالح سفيان فغولي والمنتخب الجزائري، البحث عن رأس مجيد بوقرة وكذلك سليمان وكذلك إسلام سليماني في الكرة الأولى. على فكرة الجزائريون لم يخسروا في ملعب مصطفى شاكر على مدى 20 مباراة. كرة بالراس، الدفاع يدخل ويخرجها مباشرة على الجهة اليمنى ناحية مهدي الأحسن، خليها تخرج يا مهدي للتماس لصالح المنتخب الجزائري. في التنفيذ نصر الدين خوالد المدافع الأيمن. خيارات كانت صعبة على المدرب بعيد على الوزيج. نصر الدين خوالد في تنفيذ التماس، يطلبها ياسين ابراهيمي، يستلمها ياسين، يغطيها كما ينبغي مع سفيان فغولي. هيدا منه ياسين، يوزعها كرة أرضية صعبة خطيرة. الدفاع يتدخل وانطلاقه من هناك صعبه لصالح المنتخب البوركينابي. هم اسرع منا، اي نعم هم خيول ولكننا محاربون، هم خيول ولكننا محاربون. الكره في وسط الميدان، مهدي مصطفى، كره عرضيه طويله البحث عن اسلام لم يلمس الكره لحد الان، ولكن نتمنى انك لا تلمسها تماما، اللمسه الوحيده واللي تجيك حطها في الشباك. كره في التماس لصالح المنتخب الجزائري بعد التغطيه الممتازه من بكاري كوني من امام سفيان فغولي. نعم غير متعود مع المنتخب على اجواء مثل هذه، ولكن هي هكذا الجزائر، هي هكذا المنتخب، هي هكذا المباريات الكبيره، هي هكذا المواعيد التي لا يجب ان تضيع ولا يجب ان تضيع. مواعيد مع التاريخ لا يجب ان نفوتها. طبعا عندما لا اقول لا يجب، لا انسى بان الكره هي، لان اللعبه هي كره، بان الكره هي لعبه، واللعبه فيها كل شيء، ويجب ان نحتكم لقراراتها وللقدر كذلك.
لأنه مهما كان إذا لم يشاء الله فلن يكون هناك تأهل. كرة في الركنية هي الأولى لصالح المنتخب الجزائري، هي الأولى لصالح المنتخب الجزائري على الجهة اليسرى من مرمى الحارس داوود دياكيتي. أنا بدأت أتخلص شوية من ذلك اللعب والضغط، أرجو أنكم أنتم كذلك مشاهدي الأفاضل، حتى الذين غيروا القناة أرجو أن يعودوا في بعض الأحيان ليشاهدوا ماذا يحدث أو يستمعون. فغولي في تنفيذ هذه الركنية مرفوعة هيلة بالرأس، دفاع يتدخل كوني رائع يتفوق في الكرات المرفوعة، تسترجع عن طريق نصر الدين خوالد يلعبها من هناك مع مهدي الأحسن. مهدي الأحسن يرفعها مرة ثانية على الجهة اليمنى من ناحية سفيان فغولي يلحقها. سفيان فغولي مع المدافع بارانديكيري. يا ياسين يا ابراهيمي التغطية. أين أنت يا مجاني؟ أين أنت يا مجاني؟ أين أنت يا مجاني؟ أين أنت يا مجاني؟ خوالد واو واو رائع رائع نصر الدين خوالد. كرات مثل هذه عندما تتفوق فيها يزيد فيك النص يا نصر الدين يا خوالد. نعم يزيد فيك النص في لعبة كرة القدم. هذه المباراة أي نعم كنت متوقع سيناريو بداية من هذا، لكن طال شوية السيناريو. ستصعب المهمة، كنا عارفين بأن المهمة صعبة وصعبة جدا أمام منتخب بوركينا فاسو يحلم، جاته فرصة عمره التي لا تعوض، المشاركة في المونديال لأول مرة في التاريخ بمنتخب لعب نهائي كأس أفريقيا. طبيعي وعادي جدا لو يتأهل منتخب بوركينا فاسو، لأن الأمر يتعلق بالمنتخب اللي لعب نهائي كأس أفريقيا الأخيرة في شهر جونفي من سنة 2013. كرة في التماس. أنت لست بحاجة إلى اللاعب يا فايد يا إيروزيتش، أنت لم يسبق لك المشاركة في نهائيات كأس العالم. أي نعم كنت احتياطيا مع منتخب يوغوسلافيا في مونديال 82 ولم تشارك في أي دقيقة. تأهلت مع منتخب كوت ديفوار ولكنك حرمت من الإشراف عليه في المونديال وتم تعويضك بالمدرب السويدي إريكسون. هذه المرة الثالثة التي تفتح فيها لك الأبواب للمشاركة في نهائيات كأس العالم. بريشيس نقولما يستفيد من خطأ يصفر له حكم المباراة بعد هذا التدخل من الخلف من ياسين. نعم أنت مخطئ، نعم يا ياسين يا إبراهيمي لاعب نادي غرناطة أنت مخطئ. المباراة الرابعة فقط مع المنتخب الجزائري. الاطمئنان تاع ضايدة لوزيتش مش عارف إذا اطمئنان أو هذيان أو هو في عالم آخر، مريح شوية بالنسبة إلينا، لا يبدو عليه القلق، فبالتالي هو ممكن يعطينا شوية الارتياح. ضايدة لوزيتش هلال السوداني من هناك يلعبها في الوسط، مهدي الأحسن تروح لإبراهيمي، إبراهيمي يخليها لمهدي مصطفى. يا مصطفى الكرة. أنا لست بصدد غناء أغنية يا مصطفى ولكن أناديك يا مصطفى. كرات مثل هذه على هذا المستوى في المنتخب، أعرف بأنك أيضا متعود على اللعب كمدافع أيمن وسط الميدان، ولكنك يقال عنك بأنك منضبط جدا وتبذل جهد كبير جدا وبدنيا أنت ممتاز، ومع في الصراعات الثنائية أنت ممتاز. لا يمكن أن تجد لاعبا كاملا ومكتملا. كرة في العمق لصالح عناصر المنتخب الجزائري، البحث عن هلال بعيد عليه، خرجت للتماس كأنه الأمطار لم تنزل تماما. بول بوت هذا المدرب البلجيكي اللي يدرب منتخب بوركينا منذ مارس 2012، كان يدرب قبلها منتخب غامبيا، كان كذلك في بلجيكا، هو اللي يدرب منتخب بوركينا فاسو. هو عارف ايضا بانه على موعد مع التاريخ اليوم. كره في ضربه مرمى لصالح داوود دياكيتي لصالح منتخب بوركينا فاسو. 19 دقيقه لعب. هل تتصوروا مشاهدي الافاضل باننا لم تتح لنا اي فرصه لحد الان؟ هل تعلمون ذلك باننا لم تتح لنا اي فرصه، ونحن الذين كنا في كل المباريات التي نلعبها في مصطفى تشاكير كنا نسجل معدل هدف في كل 40 دقيقه، يعني نسجل الاهداف ونفوز بالمباريات او على اقصى شيء نتعادل. لسنا هنا بعد. كره طويله من فوزي غلام، التغطيه الدفاعيه من هناك تروح مباشره على الجهه اليمنى من عند باليما اللي يلعب اليوم في وضعيه مدافع ايمن. هايل يا مجيد يا ابو قراء يتدخل ويخرج الكره مباشره للتماس لصالح المنتخب البوركينابي. مش عارف اللي شعر بان اللاعبين الجزائريين ثقال شويه، بالذات من النفس الاول ثقال شويه، وكانه العبء الجماهيري وعبء المسؤوليه على اكتافهم ثقيله شويه. هناك مسؤوليه نقدر لها، وهناك مسؤوليه نحتاج فيها الى المساعده، هناك مسؤوليه ونقدر لها. سيد الحكم المساعد رفع الرايه من هناك ويقول بانه لمسه يد. الحكم المساعد رفع الرايه من هناك. عندما اذكر الحكم المساعد اتذكر ذلك الحكم الذي خاننا في بوركينا فاسو على ضربه الجزاء في الاربع دقائق الاخيره من عمر المباراه، خياليه شاهدها في المنام، ضربت في بالكلام في وجهه، كانت يديه خلفه ولم يكن يشاهد الكره، وكان ايضا على مستوى خط المشهد، ولكن ما نعيش هذه الكره لصالح نصر الدين خوالد. عمل سفيان فغوليه، منفذ اللاعبين صاروا ثلاثه. كثرت يا سفيان
السؤال. مهدي احسن في الاسترجاع، يرجع للخلف ناحيه مجيد بوقره. مجيد بوقره يصعد يوصلها من هناك ناحيه فوزي غلام، طلبها هلال سليماني، هلال سوداني عفوا، هلال سليماني واسلام سوداني، طلبت الاسماء عليه. رجعت من هناك ناحيه مهدي الاحسن، مهدي الاحسن لمهدي مصطفى، مهدي مصطفى يلعبها مع مجاني. اشتعالات الجماهير لن تتوقف. مجاني على الجهه اليمنى ناحيه نصر الدين خوالد، يبحث عن المراوغه. نصر الدين يرجع لمهدي مصطفى، مهدي مصطفى عنده الكره من هناك، غلام طلبها يا مهدي، يفضل هلال السوداني يوقف الكره، هلال السوداني يوقفها ببراعه، يحتاج الى مسانده. حكم لم يقل شيئا اصلا، ليس هناك شيء. خلينا نكون واقعيين. يا هلال يا اسلام، يا هلال يا سودان. تدخل مجيد بوقره كالمعتاد. 21 دقيقه لعب، 0 مقابل 0. بوركينا في البرازيل لحد الان، اذا صفر الحكم الان. كره بوركينابيه من هناك على الجهه اليمنى، ترجع جزائريه. هلال السوداني يبحث عن المراوغه، لم يقدر. ثم مهدي الاحسن يرجع للخلف لفوزي غلام، فوزي غلام كره طلوبه لاسلام سليماني. حقها اسلام والحكم قال تماس لصالحي. كنت ساقول الخضر هم البوركينابيين، البيض هم الجزائريين. البيض ليس البيض، من اصحاب الزي الابيض. التوزيعه من غلام، يا اسلام سليماني بالراس في اول كره. واو يا اسلام، الراسيه من اسلام سليماني، صعب 9 اهداف، حطها لك في المكان والوقت المناسب. واو كانت قصيره، انت نزلت لها يا اسلام لو لم ترتقي. واو ضربها بالراس على يمين داوود دياكيتي، واول فرصه للجزائر عند الدقيقه 22 من عمر المباراه. اسلام سليماني كاد يهز قلوب وعقول واجساد ومشاعر الجزائريين كلهم طبعا، وكل الاخوان الذين يقفون معنا الليله، طبعا الباحثين عن منتخب يشجعونه في مونديال البرازيل في ظل اقصاء كل المنتخبات العربيه على اغرار تونس وكذلك مصر للاسف البارحه وكذلك اليوم، قبل البارحه واليوم. كره لياسين برايمي، الكره خرجت للتماس لصالح عناصر المنتخب البوركينابي، تلعب سريعه جدا. سفيان فغولي في التغطيه، وتماس للجزائر. سيد الحكم شكرا لك. تماس للجزائر، يقول حكم المباراه بعدما ضربت في اللاعب البوركينابي بعد التدخل كذلك من مهدي مصطفى. ياسين متعود على غرناطه، ولكن غرناطه ليست الجزائر، على فكره نسيت منذ حين زماموش، ما ننساش لعبه ضد مصر في انغولا بعد طرد شوشي، ولكن كاساسي اول مره يلعب اساسي مع المنتخب الجزائري الحارس محمد لامين زماموش. شكرا لك ياسين على انك ذكرتني هذه المعلومه. هاي الاعاده مره ثانيه من زاويه اخرى. فوزي غلام حطها لك على طبق يا اسلام، معليش الاولى برا، الثانيه برا، من الثالثه وزيد من الرابعه وزيد الخامسه في الشباك يا اسلام. الكره ترجع من فوزي غلام، يرجع للخلف تماما ناحيه مجيد بوقره في احسن احواله. يجب ان تكون في احسن احوالك يا مجيد، ليس هذا هو اليوم الذي تخذلنا فيه. كره في العمق لصالح ياسين ابراهيمي، هيلا منه يراوغ ياسين، راح ياسين، هيلا منه ياسين. واو ترجع لمهدي الاحسن، يبحث من هناك على الجهه اليسرى على فوزي غلام، يوقف الكره. فوزي غلام يفضل المراوغه، لم يتمكن منها. ترجع لمهدي مصطفى، الحكم خلى الافضليه. كره عرضيه لسفيان. النيه والفكره كانت رائعه من مهدي مصطفى بحثا عن سفيان فغولي. 16 مباراه، 5 اهداف، 23 سنه، مهاجم فالنسيا. انت 23 سنه، سليماني 25، سوداني 24، ابراهيمي 23، خوالد 26، غلام 21 سنه، طايدير موجود في كرسي الاحتياط 21 سنه، بالفضيل 21 سنه، والقائمه طويله. منتخب المستقبل نعم، ولكن المستقبل نتمنى انه يمر عبر مونديال البرازيل، لان المشاركه في المونديال هي حلم كل واحد، ولكن المشاركه في مونديال البرازيل بالدرجه الاولى هي اكثر من حلم. من لم يشارك في المونديال وكانه لم يلعب الكره، سبق وان قلتها واكررها، ولكن من لا يشارك في مونديال البرازيل وكانه لم يلعب مونديالا في حياته. بوقره راح بوقره يلعب من هناك على الجهه اليسرى، وصلت غلام، توزيعات رائعه. فوزي هيلا من فوزي غلام المراوغه، هيلا من فوزي بيمناك، يوزعها بيمناه فوزي غلام، والكره خرجت مباشره للتماس. بدينا نصرع بشوي، بدينا الان شكل الخطر، راسيه منذ حين، الانطلاقه من بوقره، التمرير اللي فيه فوزي غلام. بدينا رويدا. هل بداتم تشعرون بذلك مشاهدي الافاضل؟ خوالد يرجع للخلف مباشره مع مجاني يلعب في الدفاع ويلعب في وسط الدفاع لاعب اولمبياكوس. هل تعلمون بان مجاني مثلا لم يلعب كثيرا؟ هل تعلمون بانه لعب دقائق معدوده مع نادي اولمبياكوس هذا الموسم؟ طبعا
فوغولي طرق، حكم يقول خطأ لصالح المنتخب البوركينابي، ليس البرتغالي، نعم خطأ واضح يقول حكم المباراة. البرازيل أمامكم وخيول بوركينا خلفكم، باعتبار أن منتخب بوركينا فاسو يلقب بمنتخب الخيول، فأين المفر وما العمل وكيف السبيل لترويض الخيول بوركينا والتأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في التاريخ؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه كل الجزائريين ويطرحه كل عشاق اللعبة. مجيد بوقرة بكل هدوء يرجع لزيماموش. هل تذكرتم بأن زيماموش موجود؟ نسينا. طبعا كل هذه معالم تغير النسق والأداء، هذه ايضا اول مره يسددها بهذا الشكل، موفق كان فيها محمد لامين زماموش. هي تفاصيل صغيره جدا ولكن عندها ايحاءات وعندها معاني في لعبه كره القدم. الفنيون يدركون ويعرفون ذلك جيدا. 26 دقيقة لعب مشاهدينا الأفاضل، 0 مقابل 0. فرصة واحدة للمنتخب الجزائري كانت من إسلام سليماني بالراس، ضاعت. مجيد بوقرة لا يبدو عليكم القلق، هذا شيء جميل. مجيد بوقرة الكرة للتماس مباشرة للمنتخب البوركينابي. نزعلنا القميص اللي انت لابسه يا بايد يا لوزيج، خلينا نشوفوا شيء آخر يعني، خلينا نشوفوك انت أنيق على خط التماس. أي نعم هناك برد ومطر في الجزائر، ولو أن الأمطار متوقفة الآن هناك برد، ولكن حرارة المباراة وحرارة المشاعر وحرارة التأهل تكفي أنك تنزع على الأقل الشيء اللي راك لابسه زايد. هذا بين قوسين حتى نخفف عليكم، نخفف على نفسي مشاهدي الافاضل، لاني عارف جيدا مدى عشق الجزائريين للكره وتعلقهم بمنتخب بلادهم، واعرف بان البعض لن يقدر على متابعه المباراه خوفا وقلقا، واعرف حتى بان هناك الكثير منهم من يوجدون الان في المساجد والشوارع واماكن عموميه وخاصه وفي سياراتهم لا يسمعون ولا يشاهدون فيها المباراه، ولكن هي الكره بسحرها وخصوصيتها، فيها فائز وفيها خاسر مشاهدي الافاضل، وفيها من يفرح وفيها من يحزن، ولكنها في نهايه المطاف هي مجرد لعبه، اي نعم تمنح الكثير من المتعه والسعاده، ولكنها مجرد لعبه. اقول واكرر، والتاهل او الاقصاء لن يكون نهايه العالم، حتى التاهل لن يكون نهايه العالم، لكن نهايتكم بانني سارفع صوتي عاليا عند كل لمسه سحر من اشبال المنتخب وكل لقطه حب من انصارنا الذين لا مثيل لهم في العالم. خلينا نقول لا مثيل، ممكن انا اناني، ممكن ابالغ، ولكن اعتقد بانه مناصرينا متميزين في عنفوانهم، في فرحتهم، في حزنهم، في الكثير من الاشياء. عشقهم لكره القدم لا مثيل له، وتعرفون ذلك جيدا مشاهدي الافاضل. كره من هناك على الجهه اليسرى لمجيد بوقرة، مضطر يرجع لكارل مجاني، حذاري من بيترويبا لم نشاهده تماما. فغولي توصل الكره من ياسين ابراهيمي يبحث عن سفيان فغولي، واصل ياسين، هيله منه يلعبها لسفيان، طلبها سليماني يا سفيان خرج له سليماني، عنده الكره سفيان يلعبها في الوسط مباشره لمهدي الحسن، خرج له غلام، وصلت من هناك على الجهه اليسرى. معليش عمرك 21 سنه يا فوزي غلام، عمرك 21 سنه تلعب في سانت تيتيان، هذه المباراه فقط الثالثه لك، وهذه اهم مباراه في حياتك. شوف الصدف كيف انه لاعب بين ليله وضحاها يجي المنتخب الجزائري ويجد نفسه يلعب مباراه فاصله المؤهله للمونديال، يجد نفسه يلعب مباراه عمره تقريبا، لانه ما نساوش بان اللاعبين ليسوا بحاجه الى اي تحفيز تماما، ليسوا بحاجه الى اي تحفيز، لانه تحفيزهم الكبير هو المشاركه في المونديال قبل اي واحد. سليماني من هناك على الجهه اليسرى، عنده الكره سليماني لم تصل لياسين ابراهيمي، تبقى جزائريه من هناك مع مجيد بوقرة في التغطيه، يلعبها لكارل ميجاني مباشرة لمهدي الحسن، الكرة الأرضية لإسلام سليماني وفي خطأ، الحكم خلى الأفضلية مهدي الحسن، يلا يا إسلام، ترجع لفغولي، يرجع للخلف مباشرة لمهدي مصطفى، يلعبها الجهة اليسرى. تريدني أن أغني الأغنية يا مهدي يا مصطفى؟ هل تريدني أن أغني الأغنية يا مصطفى؟ لست مغنيا ولا فنانا ولا أعرف حتى الغناء. يلا 30 دقيقة ولكن سجل نغني لك، يلا 30 دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل، 0 مقابل 0. الجزائر بوركينا فاسو محاربو الصحراء وخيول بوركينا. كرة من هناك على الجهة اليمنى تسترجع من فوزي غلام، تروح لسفيان فغولي، يا سفيان لم يتمكن من هذه الكرة، راحت في الوسط البحث عن شارل كابوري وكذلك كوني وزونغو. الكرة من كارل مجاني ترجع لبريجيس ناكولما، يلعبها في العمق، رجعت له ناكولما سريع جدا. حذاري يا كارل يا مجاني، يتفوق ببراعة على مرتين يخرجها. هايل يا كارل، هايل. مجاني عمره
عمره 27 سنة، مدافع نادي أولمبياكوس، 23 مباراة، سجل هدف رائع في بوركينا في واغادوغو، عدل بالنتيجة عندما كانت بهدفين مقابل هدفين. ما تفعله الكرة بالجماهير لا يفعله العباقرة والساسة والفنانين، ولا يفعله أي حدث أكثر مهما كان. يعني أنا أتحدث عن الجزائر بطبيعة الحال. كرة لصالح سفيان فغولي، يغطيها كما ينبغي، يبحث عن المراوغة، يستفيد من خطأ يصفر حكم المباراة بعد هذا التدخل من جاكاري جاكوني في وسط الميدان. لاعب نادي طونون إيفيون طونون. خايفين حتى البوركينابيين، الجزائريون متخوفين والبوركينابيين خايفين. فرق بين أنك تكون متخوف وبين تكون خايف. أنا متخوف، كنت خائف، صرت متخوف الآن، وبعدين إن شاء الله يزيل الخوف ويزيل التخوف. كرة في المخالفة لصالح فوزي غلام، بعيدة شوية عليك يا فوزي، بعيدة شوية عليك يا فوزي. أي نعم أنت اختصاصي في تنفيذ كرات مخالفات من بعد، ولكن هذه شوية بعيدة يا فوزي، شوية بعيدة. خلينا نقول الكرة في المخالفة، فوزي غلام من أمام داوود دياكيتي، 45 متر، خلينا نقول 40 إلى 45 متر مخالفة، بعيدة كثير، والمسافة القانونية غير محترمة سيد الحكم. قراب ليس أقل من 9 أمتار، هو أقل بكثير من 9 أمتار. كرة في المخالفة، فوزي غلام من أمام داوود دياكيتي، فوزي بعيدة يا فوزي، معليش. لازم لا يجب أن يكون هناك هدف حتى تفك العقدة من جانب المنتخب الجزائري. طبعا لكي تفك العقدة يجب أن يكون هدف. هل يمكن أن تنزع هذه البدلة، لأنه الجو أي نعم بارد ولكن حار فوق أرضية الميدان. الكرة في ضربة مرمى لصالح الحارس داوود دياكيتي، طويلة الكرة هذه، مهدي مصطفى بالراس يتفوق، تسترجع في وسط الميدان من جانب عناصر منتخب بوركينا فاسو مرة أخرى بالراس. حذاري في التموقع والتمركز، حذاري من الغفلة، حذاري من الغفلة يا مجيد يا بوقرة. ثم ياسين إبراهيمي في وسط الميدان يلعبها من هناك على الجهة اليسرى مع هلال العربي السوداني، فاتوا الكرة راحت مباشرة للتماس للبوركينابيين. والله أنا مرتاح، مش عارف، مرتاح لأنه لو حدث أي شيء لا قدر الله لن أغضب كثيرا، ومرتاح لأنه عندي ثقة في اللاعبين الجزائريين. ها حكم التماس هناك يرفع راية مرة أخرى. كرة في المخالفة، يقول حكم المباراة لصالح القائد شارل كابوري، لاعب كراسنودار الروسي، كان تألق في فريق أولمبيك مارسيليا، هو قائد الفريق اليوم، 25 سنة، يلعب مباراة رقم 50 مع منتخب بوركينا فاسو. كرة في المخالفة من هناك، صعب، حذاري يا محمد يا لامين يا زيماموش، محمد لامين زيماموش في هذه المخالفة لصالح المنتخب البوركينابي. هل أنتم على خط 18 متر أم أكثر من ذلك؟ هل أنتم على خط 18 متر أم أكثر من ذلك؟ انزع يدك يا مصطفى، انزع يدك يا مهدي يا مصطفى. كرة في المخالفة، التغطية هنا من إسلام سليماني، الحكم ماذا يقول؟ خرجها خرجها هلال السوداني برجله اليمنى مباشرة من هناك للتماس لصالح المنتخب البوركينابي مرة ثانية. ما زال التعادل مشاهدي الأفاضل، 0 مقابل 0 بين المنتخبين البوركينابي والجزائري. تلعب الكرة صعبة لصالح المنتخب البوركينابي، وأول ركنية، نعم أول ركنية. طبعا ألا تعتقدون بأن الجماهير يجب عليها أن تفعل أكثر مما فعلت؟ أخاف بأن الجماهير هي ساكتة الآن، هي ساكتة الجماهير الجزائرية، أتمنى أنها تستفيق، لأنه هو المطلوب الآن، ليس صبيحة اليوم أو البارحة أو في الأيام الماضية في الشوارع وفي كل مكان. المهم اليوم هم اللي محتاجين إلى صعبة، الجماهير الجزائرية محتاجة، اللاعبون الجزائريون محتاجين لجماهيرهم الآن محتاجين لجماهيرهم وليس قبل هذه المباراة. هذا هو اللي كنا خايفين منه، أن الأنصار الجزائريين يدخلون الساعة 7 والثامنة صباحا يتعبون من الغناء ومن الرقص ومن التشجيع، وعندما تبدأ المباراة صامتون بهذا الشكل، ومنتخبكم يلعب ورقة التأهل إلى المونديال، ينقصه هدف لكي يتأهل. هل هناك من يحرككم؟ ليس هدفا يحرككم، لكن قبل الهدف نريدكم أن تشجعوا المنتخب الجزائري. كرة لصالح جون نقولما، يرجع إسلام سليماني للخلف ويخرجها مباشرة للتماس. يا ضايد، ألا تعتقد بأن المنتخب في حاجة إلى نفس؟ ألا تعتقد بأنه في حاجة إلى طيدير؟ ألا تعتقد بأنه في حاجة إلى حسن يبدأ؟ هذا مجرد كلام ومجرد رأي، لا يسيء ولا ينقص من قيمة خياراتك. يجب أن يكون هكذا الاحترام، المدرب هو المسؤول، هو الذي يختار.
الحسابات تكون في النهايه. كره طويله من عند كارل مجاني، البحث عن اسلام سليماني، تفوق الرائع والمبدع بكاري كوني، ترجع لاسلام يلعبها مع ياسين ابراهيمي. ما عندكش الخبره يا ياسين ابن المنيعه. المنيعه منطقه جميله جدا في الجزائر، منطقه سكانها رائعين جدا من العظام، سكان الجزائر طبعا فيهم الكثير من التميز. الحكم ماذا قال هنا؟ قال خطا لمنتخب بوركينا، قال خطا لمنتخب بوركينا. نعم قال خطا لمنتخب بوركينا. خلاص صف الخطا انتهى الامر، لستم بحاجه لا الى الاحتجاج ولا الى النرفزه ولا الى التعب، لانك لما تحتاج تتعب، يعني هناك نفس تخرجه ويتعبك كثيرا. كره في المخالفه لصالح منتخب بوركينا وبكاري كوني. البوركينابيون يلعبون في ملعب محايد الان، يلعبون في ملعب محايد لان الجماهير هي الان متفرجه وليست مناصره. نريدكم تناصرون المنتخب الجزائري ولا تتفرجون. اسمع في بعض الهتافات بدأت الآن وكأنهم يستمعون إلي. تغطية دفاعية للتماس مرة أخرى الحكم المساعد. هذا الحكم المساعد ذكرني بالحكم المساعد اللي نحضر بالجزائر بوركينا في لقاء الذهاب، كأنه هو لكن ليس هو. ترجع الكرة لصالح عناصر بوركينا فاسو، تلعب في وسط الدفاع، التدخل الجزائري والحكم ما قال ولا شيء. هنا كاين في خطأ، الحكم لم يصفره. البحث عن اسلام والتغطية من بكاري. مدافع نادي اليوم اسلام بحاجة إلى مساندة. أين أنتم؟ اسلام بحاجة إلى مساندة. أين أنتم؟ أي نعم أعرف لأنكم لعبتم سابقا مباريات أفضل من هذه وأداءكم أفضل من هذا بكثير، ونفهم بأن هناك ضغط كبير جدا، نفهم جيدا. لذلك نحن نسايركم ونحن نرافقكم ونحن نحاول أن نشرح أيضا للمشاهد الكريم السيناريو هذا الذي يحدث في هذه المباراة. سيناريو عادي في مباراة فيها ضغط، لأنه كل واحد فينا حتى لما توصل للامتحان لما تكون حافظ كل شيء ممكن تنسى كل شيء. كرة بالراس هنا من سفيان فغولي لم يتمكن منها. الضغط اسلام سليماني، الحكم يقول ركنية. اسلام سليماني والحكم يقول ركنية. قلت بأنه حتى عندما تكون حافظ كل شيء وتعرف كل شيء وتدخل الامتحان قد تنسى كل شيء. هكذا هو في لعبة كرة القدم، لعبة تعتمد أو تقتضي وتتطلب مباريات مثل هذه الخبرة والتجربة. تطلبك أنت يا مجيد، أنت اللي تقود العمليات وتقود برفقائك وتزيد في الريتم وتنقص في الريتم وتحافظ على الكرة وتمررها. التوزيعة في الركنية خطيرة. الحكم يقول خطأ. نعم أنت أخطأت يا سفيان، في خطأ من سفيان تقديم الرجل. عارفوا حكم المباراة الوقت مر بسرعة، 37 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط، 0 مقابل 0. هذه مباراتها 1-0، هذه مباراتها 1-0. الكرة لصالح منتخب بوركينا فاسو. جودة دياكيتي هو البوركينا المتأهل لحد الآن إلى مونديال البرازيل. لو تأهل سيكون سنرفع له القبعة، لأنه فعلا يستحق التأهل هو أيضا، بالنظر للمشوار وبالنظر لوصوله لنهائي كأس أفريقيا وبالنظر أيضا لأدائه اليوم في هذه المباراة. متميز فنيا وتكتيكيا حتى بدنيا. كرة بوركينابية في الوسط، التغطية من مهدي مصطفى. الجزائر، المنتخب الجزائري في حاجة لمبدع اليوم. المنتخب الجزائري في حاجة إلى مبدع اليوم. أين هو المبدع؟ هل هو في يبدا؟ هل هو في طيدير؟ هل هو في إسحاق بالفضيل؟ هل هو في فؤاد قدير؟ هذا نسيته. فؤاد قدير اللي متميز مع نادي ران. أتصور بأنه سيكون تغيير، وأتوقع أنه يدخل فؤاد قدير، وأتوقع بأنه يدخل طيدير، ممكن حتى يدخل إسحاق بالفضيل إذا تواصل السيناريو على هذا الشكل. إذا تواصل السيناريو على هذا الشكل طبعا وهو ما لا نتمناه، سيناريو بهذا الشكل. 39 دقيقة لعب، المخالفة لصالح المنتخب البوركينابي. أحلى سيناريو هو تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. كرة لصالح المنتخب الجزائري. أحلى سيناريو هو تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، والأحلى والأجمل هو تسجيل هدف ثاني في اللحظات الأخيرة من 90 دقيقة. مجيد بوقرة في تنفيذ هذه المخالفة. من هناك مع مهدي الحسن. واو 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 يا مجيد، واو يا مجيد. مؤلمة تمريرة مثل هذه، مؤلمة تمريرة مثل هذه تأثر معنويا على رفاقك يا مجيد، تأثر معنويا على رفاقك يا مجيد. الحكم يطلب من اللاعب انه يلعب الكرة وما يضيعش الوقت. طبعا الوقت سنحسبه بنحسب الدقائق بالثواني. نادرة ولو انه من خصوصياتي، ولكن خلوني نقول لكم بأنه رسالة وصلتني الان من بنتي الصغيرة تقول: ابي ساموت لو لم يسجلوا المنتخب الجزائري. لا حاشا، اللعبة هي مجرد كرة فقط وليست اي شيء. هذه هي مجرد كرة فقط وليست اي شيء. الكرة تلعب في وسط الميدان لصالح عناصر منتخب بوركينا فاسو. على الجهة اليسرى التغطية الدفاعية من اسلام خوالد، يبحث عن اسلام عن سفيان فغولي. حذاري يا مجيد، مجيد مايسترو اليوم، مايسترو مجيد، مايسترو.
خوالد يغطي الكره نصر الدين يستفيد من تماس الحكم يقول لبوركينا وليس للمنتخب الجزائري. الحكم يقول لبوركينا. يا بنيتي يقول لك بأن الجزائريين لا يشجعون الجزائر من أجل انتصاراتها لأنهم يعشقون الجزائر قبل أن يعشقوا منتخبها. نعم لا يشجعونها من أجل منتخبها لأنهم يعشقون الجزائر قبل أن يعشقوا منتخبها. لو عاد الرجل إلى بطن أمه جنينا وانتقل القلب من اليسار إلى اليمين ستبقى الجزائر، ولو أقصي أمام بوركينا فاسو سنبقى نعشق الجزائر وطنا وبلدا إلى يوم الدين. كرة من هناك من مجيد بوقرة على الجهة اليسرى ينطلق، ما زالت عنده الكرة، مجيد يواصل المايسترو انطلق عنده الكرة، مجيد يبحث عن الثغرة مضطر يرجع إلى الخلف، يرجع تماما إلى الخلف لصالح مهدي الأحسن. ترجع أين أنت يا مجيد؟ أين أنت يا مجيد؟ مهدي الأحسن من عند كارل مجاني، كرة من هناك على الجهة اليسرى لفوزي غلام. فوزي غلام ناقصنا شيء، ناقصنا نفس إضافي. يلا بس ما نقولش شيء اخر لانه يبقى خيارات المدرب نبقى نحترم كل شيء، كل واحد يحترم الموقع بتاعه. يبقى ناقصنا نفس جديد في الاداء وفي التشكيله، نفس حتى للاعبين الموجودين، نفس اضافي لم يخرج بعد. طال الامد وطال الوقت ولم يخرج هذا النفس. كره من ياسين ابراهيمي، يلا يا سفيان، ياسين ابراهيمي يلعب لمهدي مصطفى يعالج على ياسين ابراهيمي. هاي مليحه ياسين ابراهيمي مع فغولي، انطلق فغولي. واو يا سفيان نحتاجك اليوم. الكرة والانطلاقة بوركينابية، التغطية من كارل مجاني. شوف الحرارة الموجودة هنا، لا نشك في هذا أبدا، لا نشك في هذا. يلا صفرنا خطأ سيد الحكم. لا يا كارل، لا يا مجاني، صفر لك الحكم خلاص انتهى الأمر بعد التدخل من شارل كابوري في هذه الكرة. 42 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة، 0-0. هاي سمعوني الآن الجماهير 1 2 3 فيفا الجيني. أدوا واجبكم حتى لا تندمون أنتم أيضا من اجل تشجيع المنتخب الجزائري. نصر الدين خوالد يبعث كره مرفوعه، البحث عن الاسلام، التغطيه الدفاعيه من هناك ترجع للخلف لصانع عناصر المنتخب الجزائري. ياسين وفي خطا، ياسين ابراهيمي وفي خطا. يصفر حكم المباراه لصالح عناصر المنتخب الجزائري، لصالح عناصر المنتخب الجزائري. هذه المخالفه. عناصر المنتخب الجزائري او انصار المنتخب الجزائري لا يجب ان يتوقفوا تماما عن تشجيع منتخبهم، يجب ان يقوموا بواجبهم قبل ان ينتظروا الواجب من اللاعبين فوق ارضيه الميدان، لانه ايضا كل العرب يشجعون اليوم، خاصه وانه عزاء في منتخبنا عسى ان يكون ممثلنا في المونديال المقبل في البرازيل. خساره البرازيل لن يحضر فيها اي منتخب عربي. كره من فوزي غلام. لا يا فوزي، لا يا فوزي، بعيده شويه عليك يا فوزي، بعيده شويه عليك يا فوزي. هي متعوده انك تسدد مخالفات من هذا المكان مع فريق سانت تيتيان، ولكن بعيده يرمي كرات ساقطه. المهم انه انا كنت خايف عليه وكنت خايف على نصر الدين خوالد. المهم خلاص دخلوا في المباراه، والان صاروا كبقيه اللاعبين، ليس هناك لاعب تميز عن الجميع، هم ككتله الان. اتصور واعتقد بانه بين الشوطين سيحدث امر ما، وبدايه الشوط الثاني سيحدث امر ما. يا ريت يا رب. كرة في المخالفة تنفذ، التغطية من سفيان فغولي، من هناك نصر الدين خوالد. يجب ان تصعد يا نصر الدين. فغولي مثل ما صعد فغولي. ياسين ابراهيمي مع سفيان فغولي، لا مكان ولا شيء. هناك كاين خطأ. نعم سيد الحكم، هناك كاين خطأ من بدرة دياتي الحكم السنغالي. يصفر خطأ لصالح وسط الميدان جاكاري جاكوني. وسط ميدان نادي طونو أولفيون يلعبون مباراة عمر، الجزائريون ايضا يلعبون مباراة عمر، لاعبين صغار ما عدا بوقرة ولا واحد شارك في مباراة الفاصلة امام مصر منذ 4 سنوات في مثل يوم البارحة 18 نوفمبر. ويا مجيد في خطأ. يا مجيد في خطأ وبطاقة. يا مجيد في خطأ وبطاقة. في خطأ وبطاقة. ما تقوليش الحمراء. لا اوكي لانه كان ممكن يعطيه الحمراء. هنا لعب جودو لعب خشن. شوف واو والله خليوني نقول لكم تستحق الحمراء بصفه مجرده، يعني خليونا من المباراه تاع اليوم. يا ريت انا نتمنى انه يعطي البطاقه الحمراء للاعب البوركينابي، ولكن في حدود اللعبه والكره تقول بانك يا مجيد يا بوقرة ارتكبت خطا هنا يسموه لعب خطير تستحق عليه البطاقه الحمراء. الدقيقة 45 الآن من عمر هذا الشوط الأول، 0-0 الجزائر بوركينا فاسو، المباراة الفاصلة لقاء العودة
سقوط احد لاعبي بوركينا فاسو. تدخل خشن، تدخل عنيف، تدخل قوي، استحق عليه البطاقة الصفراء وما أكثر. مش عارف إذا كان فيه لون بين البطاقتين الصفراء والحمراء، مش عارف ما هو اللون أو مانيش عارف أيضا، لأنه السباغين هم الذين يعرفون عندما يخلطون بين الأصفر والأحمر ماذا سيكون اللون بين اللونين الأصفر والأخضر. قولوا لي راك تفلسف؟ أي نعم، رحت في عالم آخر. الوقت بدل الضيع الآن من عمر هذا الشوط الأول 0-0 دائما مشاهدي الأفاضل. بوركينا فاسو الجزائر، بوركينا تلعب بامتياز، الجزائريون لا يلعبون لحد الآن كما كنا نتوقع أو على الأقل كما كانوا يلعبون. اي 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 بيترويبا، اي اي بيترويبا ماتت عنده الكرة. هايل يا مهدي، هايل يا مهدي. الحكم لم يقل شيئا. ياسين ابراهيم انطلق، ياسين عنده الكرة، إراء وغنم زوج لاعبين ويستفيد من خطأ. دقيقتان من الوقت بدل الضائع، يقول حكم المباراة لصالح منتخب الجزائر. دقيقتان من الوقت بدل الضائع. يلا يا مهدي، عارفين بأنه إسلام سليماني معزول إسلام. قلت لكم نحن بحاجة إلى مبدع، قلت لكم نحن بحاجة إلى مبدع في وسط الميدان يساعد شوية سليماني. لكن ما نساوش لأنه حتى في الخط الخلفي لازم نكونوا حذرين جدا. منتخب بوركينا فاسو فعلا المكان اللي وصلها اليوم، مباراة الفاصلة ليست عبثا. نهائي كأس أفريقيا اللي لعبوا لم يكن عبثا، خسر بصعوبة هدف مقابل 0 أمام العملاق نيجيريا. كرة في التماس لصالح المنتخب الجزائري. الوقت بدل الضائع سينتهي الآن. يلا يا إسلام، يلا يا إسلام، الركنية يا إسلام، الركنية يا إسلام. بكاري كوني، هل خرجت ركنية أم تماس؟ حكم قال ركنية. هاي الفرصة الأخيرة لسنا بحاجة إليكم الآن في هذه الثواني الأخيرة يا جماهير البليدة. نحن بحاجة إليكم في الشوط الثاني. لا تتوقفوا عن تشجيع منتخب بلادكم. سفيان فغولي، هل هو السيناريو؟ هدف في آخر لحظات المباراة وهدف ثاني في آخر لحظات الشوط الثاني. الكرة بالرأس والدفاع يتدخل، رجع الجزائري الآن عن طريق ياسين إبراهيمي. التسديدة من ياسين بين أحضان الحارس. الحكم هل صفر؟ لم تنتهي الدقيقتين سيد الحكم، لم تنتهي الدقيقتين. ماذا صفر هنالك؟ حكم المباراة الشوط الأول التعادل 0-0. ماذا قال سيد الحكم هنا؟ ماذا قال؟ أعتقد قال نهاية الشوط. أعطيونا الصورة العليا نشوفوا إذا كانت نهاية الشوط أم لا. نعم، هي نهاية الشوط مشاهدي الأفاضل. 0-0 بين الجزائر وبوركينا فاسو. الجماهير حيات الآن. نتمنى أن تحيوا مع بداية الشوط الثاني، نتمنى أن تبقوا معنا. كلكم أمل وثقة في عالم. حظ سعيد للجميع. شكرا جزيلا لك زميل الاخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدي الافاضل، مرحبا بكم الى ملعب الشهيد مصطفى شاكير بمدينه البليده. الشوط الثاني من مباراه العمر بين الجزائر وبوركينا فاسو. العمر بالنسبه للاعبين طبعا وليس بالنسبه الينا ولا للجزائر. مباراه العمر بالنسبه للمنتخب الجزائري لكره القدم اذا اراد التاهل الى المونديال امام بوركينا فاسو بعد شوط اول مغلق صعب ممل. خلينا نقول عليه كل شيء. فرصة واحدة، صعب جدا، مغلق في كل الجوانب. الشوط الثاني من دون تغيير بالنسبة للتشكيلة الجزائرية ولا البوركينابية. خلوني نبدأ من فريق الضيف الأكيدي في الحراسة. باليما على الجهة اليمنى، باراندي دينجري على الجهة اليسرى، ياغو كوني في وسط الدفاع، جاكاريجا وشارل كابولي وزنكو في وسط الميدان، ناكولما بيترويبا وروامبا لصالح عناصر منتخب بوركينا. بيترويبا التغطية للمجيد بوغرة. طبعا اتصور بأن الجماهير فاهمة الآن بأنه عليها أن تبدأ بنفسها قبل أن تطلب من اللاعبين أن يلعبوا. حذار يا مجيد. الكرة بالراس راحت له سهلة لزماموش في حراسة المرمى اليوم. خوالد على الجهة اليمنى، فوزي غلام على الجهة اليسرى، وسط الدفاع مجاني وكذلك بوغرة وسط الميدان، مهدي مصطفى، ياسين إبراهيمي ومهدي الأحسن. الجهة اليمنى فغولي، الجهة اليسرى سوداني، إسلام سليماني رأس الحربة. أين أنت يا إسلام؟ أين أنت يا هلال؟ أين أنت يا سفيان؟ الثلاثي الذي أبدع في التصفيات لحد الآن وفي كل مباريات المنتخب. تسمعوا في جماهير الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري في هتافاتهم وتشجيعاتهم. لم يبقى سوى 44 دقيقة لعب عن قبل المونديال البرازيل. كرة في العمق، البحث عن سليماني، وصل لا لم يصل، كنت سأقول وصل متأخرا. كرة بعيدة راحت سهلة مباشرة لداود دياكيكي. مباراة هذه تاع 0-0 تاع 1-0 تاع 2-1 صح، حتى 2-1 صح. يلا خلينا من
التخمينات ومن التكهنات. نحن على ارض الواقع. بوركينا فاسو منظمه في الخلف كما ينبغي. الجزائريون وكانهم مرتبكين او لا زالوا مرتبكين او كانوا مرتبكين طيله الشوط الاول. كره بالخطا يصفر حكم المباراه لصالح مهدي مصطفى بعد هذا التدخل من امام شارل كابوري بالمرفق. شوف بالمرفق في القفص الصدري تدخلات مثل هذه. شوف حتى يصاب بكسر بهذا الشكل. يعني نعرف بالمرفق ممكن تاثر لما تضرب بالمرفق اي لاعب في القفص الصدري ممكن تاثر عليه بشكل رهيب جدا. يعود مهدي مصطفى الشجاع لمساعدة رفقاء ولأداء واجبه في هذه المباراة. الكرة في المخالفة لصالح المنتخب الجزائري بعيدة تماما عن مرمى الحارس داود دياكيتي. فرصة واحدة خلال الشوط الأول. الكرة من فوزي غلام في القائم الأول. يا غلام ما زالت الكرة. يلا يا إسلام يوقف الكرة بالراس من هناك على الجنوب. هلال السوداني. هلال لا يا إسلام لا يا إسلام انتبه للكرة. خليك من الحكم. انتبه للكرة. خليك من الحكم. الكرة تلعب أين تكون الكرة وليس أين يكون الحكم. كرة راحت سهلة لداود دياكيتي. الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني طويلة من دياكيتي بالراس من مهدي مصطفى. بالراس أيضا من فوزي غلام. ترجع لمهدي الحسن عفوا. مهدي مصطفى ومهدي الحسن المهديان في وسط ميدان المنتخب الجزائري. كرة بوركينابية الآن. بيترو يبقى خطير جدا. يوقف الكرة بالبراعة. ضاعت له في وسط الميدان عن طريق ياسين برايمي. يرجع للخلف مباشرة لكارل مجاني. يرمي كرة طويلة من هناك لسفيان فغولي. يحبها في الرجل وفي الأرجل. يحبها في العمق وليس هكذا. كرات عالية على سفيان فغولي. عقلك يا اخواني. لا عندما تجري وخلف الكرة بهذا الشكل تقلق زملاء. تقلقنا وتقلق زملاء. المباراة ما زال وقدركم ومصيركم ربما قد يتحدد في الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة من المباراة. يجب أن تلعبوها إلى آخر رمق إلى آخر نفس. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة. اللاعبين الاحتياطيين يهيئون في أنفسهم على خط التماس. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة. البحث عن مجيد بوقرة. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة. يرفعها بالشكل اللازم في القائم الأول بالراس. جول 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 بكل اللغات. هدف بالعربي. بيت بالفرنساوي. جولاتسو بالايطالي. عولات بالتركي. دور بالالماني. ماكيشيو بالياباني. شينشاو بالصيني. بالدرجة الجزائرية. هدف أول في الدقيقة الخامسة. يا له بالهدف. الحظ كان معنا. أين ضربت ومن سجلها وكيف دخلت. كيف دخلت هذه الكرة. القدر هو الذي أدخل هذه الكرة. الكرة ثابتة بالراس بالقدم في الجسد. ضربت في الجميع ودخلت. أول أهداف المباراة. غلام ينفذ المخالفة. واو واو واو. الكرة بالراس أمام الجميع يا مجيد. من سجلها مجيد لا بكاري كوني. نعم مجيد هو الذي لحقها. يا غلام يا مجيد. يا غلام يا مجيد. جاء الهدف وجاء الفرج. جاء الهدف وجاء الفرج. الآن في هذه اللحظات يا مجيد اضربها فيك بكاري كوني. هدف شرعي سيد الحكم. هدف شرعي شاهدتموه كلكم. واو يا غلام واو. واو يا غلام واو. بوقرة لم يكن متسللا جاء من بعيد. الكرة ضربت في صدرك في وجهك في عينك في أنفك في أي شيء. المهم تدخل الكرة. يخرجها مجيد بوقرة. التغطية الدفاعية في وسط الميدان لصالح عناصر منتخب بوركينا للتماس هذه الكرة. 6 دقائق لعب. هذا ما كان ينقصكم أيها الجماهير. هذا ما كان ينقصكم. هدف يسلحكم ويشجعكم. هب الإعادة مرة أخرى من زاوية خلف الملعب خلف المرمى الرأسية. ضربت في أحد المدافعين البوركينابيين. وصلتك يا مجيد. ضربت فيك يا مجيد في راسك ودخلت. ليس هناك لا لمسة يد ولا لمسة أي شيء. إسلام تيماني من هناك على الجريمة من البحث عن سفيان. العقى سفيان. يا سفيان. كاد سفيان يقتل المباراة ويسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري. يا له من سيناريو غير متوقع وغير منتظر. في كل مرة كنت نقول بأن الكرة فيها العجب وفيها الغرابة. في كل مرة كنت نقول خليني نقرأ
نكررها، رغم ان البعض لا يقبل ان نكررها. في رمشة عين، في لمسه واحده ممكن يتغير كل شيء. هاو اللي راح يشجع عناصر المنتخب الجزائري ويخرج عناصر بوركينا من منطقتهم ويخلينا الان المساحات. التغطيه هاي يا مهدي يا مصطفى، هاي المهدي الاحسن يلعبها، وصلها يا مهدي، وصلها يا مهدي، وصلها يا مهدي. غلام خطا، غلام فيه خطا، غلام فيه خطا، غلام فيه خطا. يصفر حكم المباراه والبطاقه لشارل كابوري. البطاقه لشارل كابوري، اراد ان يكون حكما هنا. شارل كابوري اراد ان يكون حكما في مكان السنغالي. الحكم يقول له لا انا الحكم. يا سفيان، يا ياسين، يا ابراهيمي. هدف اول في الخمس دقائق الاولى من عمر المباراه. في مباريات مثل هذه المهم هو التهديف، بيدك، براسك، برجلك، بظهرك، بصدرك. المهم هو التهديف، والمهم هو التسجيل، المهم هو الفوز، والمهم هو المشاركه في المونديال. الجزائريون الان في البرازيل في هذه اللحظات. خليني نعبر، خليني نقول ما شئت، ولكن مع ذلك عندما اقول الجزائريين في البرازيل اقصد المنتخب الجزائري في البرازيل. نعم، خلوها في حدها وفي نطاقها، كرة قدم. هذا ما كان ينتظركم ايها الجماهير. كان ينقصكم هدفا، جاء الهدف الان بالشكل الذي شاهدناه، هدف مقابل 0. الحكم السنغالي، توترت اعصاب البوركينابيين في هذه اللحظات. ابتعدوا عنهم، خلاص خليوا الحكم يقرر، ابتعدوا عنهم. لماذا تتشابكون معهم؟ شارل كابوري يتلقى البطاقة الصفراء في هذه اللحظات، اخرجها حكم المباراة السنغالي بدر دياتا. الدقيقة الثامنة مشاهدينا الأفاضل منذ انطلاقة الشوط الثاني. هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الجزائري، هدف مقابل 0 لصالح أبناء الصحراء. يفتحون مجال التسجيل. كابوري في تنفيذ المخالفة، يلعبها كرة أرضية وعرضية على الجهة اليمنى، كرة صعبة للبوراكيبيين. الحكم يقول يعاد تنفيذ الخطأ. يا باليما لاعب نادي تيراسبول القبرصي في المخالفة مرة ثانية. دائما شارل كابوري حذاري من بكاري كوني من هناك في القائمة الثاني. حذاري خلفك من بكاري كوني يا اسلام، يا خوالد، حذاري يا خوالد خلفك بكاري كوني. راحت بعيدة. هناك اعتداء سيد الحكم. هل شاهد شيئا؟ يقول لا، لم أشاهد شيئا. أنهض يقول له لم أشاهد شيئا. هاي الإعادة للهدف نظيف، ليس فيه أي شيء. أي نعم ليس جميلا، ولكنه هدف. لا نريد الجمال، نريد الحضور في البرازيل. الكرة التي اهتز لها ملعب مصطفى شاكر. الحكم الآن يطلب من الإسعاف الدخول. هل هو مجيد بوقرة أم من؟ هل شاهدت شيئا؟ لا، ليس مجيد. لكن حتى ولو كان لاعب آخر لا نتمناه، لا مجيد ولا إسلام ولا سفيان ولا غيره. شوف الإعادة مرة أخرى هنا في التدخل الرائع جدا هنا من فوزي غلام صاحب التوزيع التي جاء إطراء الهدف. نحن بحاجة إلى هذه الثواني والدقائق لكي نسترجع ونلتقط أنفاسنا ولكي نمتص حرارة اللاعبين البوركينابيين. ماذا تشرح أنت يا محمد، يا لمين، يا زماموش؟ أنا لا أتمنى أن أكون أمام مكانك بحال، ولا واحد يتمنى أن تلعب مباراة مصيرية مثل هذه. لكن لعبها فوزي شوشي أمام منتخب مصر، ولا واحد كان يتوقع. وتقريبا هو اللي قادنا لمونديال جنوب افريقيا بين قوسين. ليس هناك لاعب يقود منتخب الى المونديال، ولكن كان له فضل كبير في قياده المنتخب الجزائري الى المونديال. هدف بكاري كوني ضربها في مجيد بوقرة. اذا حسبناه لمجيد بوقرة هو الهدف الرابع له في حياته في مشواره مع الخضر في 60 مباراة لعبها لحد الان مجيد بوقرة مع المنتخب الجزائري. يلا هدفك يا اسلام، يلا هدفك يا اسلام، وعدتني به. اين هو هذا الهدف؟ الكرة ضربة مرمى لصالح عناصر المنتخب الجزائري. 10 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني، هدف مقابل 0. رغم انكم لم تلعبوا، رغم انها مباراة مغلقة، رغم ان بوركينا متموقع كما ينبغي، متجمع في الخلف كما ينبغي، ولكن الهم والمهم هو انكم تمكنتم من تسجيل هدف. اي نعم كان فيه الكثير من حظ الكرة، كرة حضور، كرة في التماس من هناك. خوالد يعود الى ارضيه الميدان، هو الذي سقط منذ حين، سقط اصطدم او احتك باحد اللاعبين البوركينابيين. يا اسلام الكره في يا نصر الدين خوالد، الكره في افريقيا ليست كالكره في الجزائر، فيها الكثير من الخصوصيات. كره طويله من عند نصر الدين بالراس ناحيه اسلام، بكاري كوني فوق الرجل التماس. الحكم المساعد يقول لصالح المنتخب الجزائري: الجزائريون بقت لديكم 35 دقيقة. أتحدث عن الجماهير التي لا يجب أن تتوقف تماما عن مناصرة الخضر، لا يجب أن تتوقف تماما عن التشجيع والدفع بمنتخب بلادها. نصر الدين خوالد يلعبها من هناك على الجهة اليمنى ناحية إسلام، وبكاري كوني معاه. الكرة للتماس لصالح
المنتخب البوركينابي لصالح خضر وخيول بوركينا. ينفذ التماس من هناك على الجهه اليسرى، سيدو باراندي تيكيري للتماس، يقول حكم هذه المره لصالح عناصر المنتخب الجزائري. المخرج يتبع لنا في اسلام سليماني وكانه هو كذلك وعده بهدف ويقول له يلا يا اسلام مازال هدفك، يعني هدف الاطمئنان شويه. نعرفوا بانه هدف الاستثناء اهلنا 2-1 اهلنا 3-2 وقت اضافي 4-3 تاهل لبوركينا 4-3 من المحل يعني في سيناريو هذا. كره طويله بالراس هيله ممتازه يا سوداني يا سوداني لو لحقاتك هذه الكره من بليمه بنجامين بليمه خرج الكره للتماس دائما لصالح المنتخب الجزائري. الهاجس كان هدف بالنسبه لعناصر المنتخب الجزائري. الهاجس الاكبر هو تسجيل هدف المكتوب بين هاجس الدفاع وهاجس الهجوم في مباراه الكره الطويله خاصه وانك تلعب في منتخب الجزائر، خاصه وانك ايضا تلعب في بورينا، خاصه وان هذه المباراه تقودك او تحرمك من المشاركه في المونديال البرازيلي. يا غلام انت سيد اليوم يا غلام، ينفذ التماس يجيب الكره الى غلام الحكم يقول شيء يرفع سفيان يخرجها للتماس. المهم تدخل الكره في الشباك، يسجلها بوركينابي، يسجلها الجزائري، يسجلها الحكم، يسجلها اي واحد. المهم تدخل الكره في الشباك لانه مصيركم لا يجب ان يتحدث في مباراه اليوم. مشواركم كان رائع، مشواركم كان رائع وانتم في نسق مرتفع وفي نسق متصاعد في ادائكم وفي تطوركم. كره في التماس مره ثانيه بالراس من سفيان، اسلام اسلام سليماني يساريه جانبيه، اسلام سليماني يساريه جانبيه، الاولى بالراس جانبيه، الثانيه بالرجل جانبيه، الثالثه لن تكون جانبيه يا اسلام. يسددها ببراعه اسلام سليماني لاعب سبورتينغ لشبونه البرتغالي ابن شباب الوزداد الجزائري. تسترجع جزائريه، الانطلاق عن طريق سفيان وياسين ابراهيمي. الحكم يقول خطا. نعم سيد الحكم، نعم سيد الحكم يقول خطا لصالح المنتخب الجزائري لياسين ابراهيمي. هاي الاعاده مره ثانيه من زاويه اخرى. حليل زيتش انت جزائري، انت جزائري في اصرارك يعني وفي عنجهيتك، خلينا نقولها بين قوسين، يعني ما فعلته اليوم في التغييرات لا يمكن ان يفعلها سوى جزائري او حليل زيتش. الكره فيها المخالفه دائما غلام في تنفيذ مخالفه اخرى، هل تكون من كره ثابته يرفعها غلام؟ واو الكره بعيده هذه المره يا فوزي، نقص لها شويه في المليمتر، نقص لها شويه في القوه. كره خرجت لي ضربه مرمى لصالح المنتخب البوركينابي. هذا هو العملاق بكاري كوني مدافع نادي ليون الذي اصيب في المباراه الاولى وخرج بعد 10 دقائق لعب. كره طويله من عند الحارس داوود دياكيتي بالراس يا مهدي الاحسن، يوصل عليه اسلام ياسين ابراهيمي. مهدي الاحسن مره ثانيه، انت متاخر يا فوزي يا غلام. كره بوركينابيه تسترجع جزائريه وللتماس. الحكم يقول لبوركينا يا سوداني يا هلال، نريدك ان تكون هلال اليوم، هلال بأتم معنى الكلمه. بيترويبا يستلم الكره، مبدا التعبين يتفوق عليه في الثنائيات. خليني نقول لكم بان الجزائريين متفوقين لحد الان في الثنائيات، في الصراعات متفوقين. مهدي الاحسن مره ثانيه يخرجها للتماس لصالح المنتخب البوركينابي على الجهه اليمنى من خط الدفاع، توصل لشارل كابوري وللتماس. يبقى ساقط مهدي مصطفى امامك سيد الحكم المساعد. هل ضربه بالمرفق مره ثانيه؟ بالمرفق في القفص الصدري، بالمرفق في الوجه هذه المره. مهدي مصطفى عارفينك بانك مكافح، اي نعم لست لاعبا كاملا متكاملا، نعرف اخلاصك ونعرف وجودك ونعرف مجهوداتك. شوف هنا لا مش متعمد. المهم لا اعتقد بانها متعمده. كره في التماس لصالح باليما يلعبها مع بيترويبا. هي الكره بيترويبا، التفوق من هلال سوداني، ضربه مرمى يقول الحكم نعم لصالحك يا محمد يا لمين يا زماموش امام انظار بول بوت البلجيكي. ربع ساعه لعبنا مشاهدينا الافاضل منذ انطلاقه المباراه. هدف لصفر لصالح المنتخب الجزائري. البرازيل امامكم وخيول بوركينا خلفكم. البرازيل امامكم وخيول خيول بوركينا خلفكم. من اين جاءت لبنفيكا؟ محمد لمين زماموش، كره طويله البحث عن اسلام سليماني، يتفوق عليه بكاري كوني. في خطا يقول الحكم يلا يا غلام، في خطا يقول حكم المباراه لصالح المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري ذكرني بمنتخب الكرات الثابته اللي كان قوي فيها في وقت ما. مش عارف بعد ما سجل هذا الهدف منذ حين
هذه المرة سفيان فغولي. أتمنى أن لا يذهب صوتي، لو يذهب صوتي ونذهب إلى المونديال معليش، أما أن يذهب صوتي ونبقى لم نتأهل إلى المونديال فلا. سفيان فغولي يرفع الكرة في القائمة الأول والدفاع يتدخل وينقذ الموقف. الجزائريون مندفعون، سجلوا هدفا أي نعم، صعب أنهم يعودون إلى الخلف ولكنهم لا زالوا مندفعين خلف الكرة والتغطية ممتازة من مهدي مصطفى. الحكم لم يقل شيئا. ياسين إبراهيم يلعب من هناك مع سفيان فغولي. سفيان لإسلام، انطلق سفيان، رجعت له سفيان والتغطية ثم بكاري كوني. ما زالوا تغطية اللاعبين الجزائريين على منتخب بوركينا، توصل من هناك على الجهة اليسرى والانطلاقة لصالح منتخب بوركينا فاسو. بنادي ديكيري يلعب في وسط الميدان مع شارل كابوري، يغير تماما على الجهة اليمنى. شوف المهارة عند شارل، شوف المهارة عند شارل، يبدا اللاعب يلعبها كرات بينية على الجهة اليمنى. تكون نقولما في وسط الميدان يوصلها لمدافع باليما. ضاغطين اللاعبين الجزائريين، يلا يا ياسين، يلا يا ياسين، تسترجع لا تبقى دائما بوركينابية على الجهة اليمنى. نقولما يلعبها ثنائية، يتفوق مهدي الحسن، ضاعت الكرة. بيتروي بايا مجيد، بيتروي بايا مجيد، بيتروي بايا مجيد، حكم خلى الأفضلية لا يا مجيد، حذاري من الخطأ، حذاري يا مجيد من الخطأ، الخطأ يعني البطاقة، حذاري يا مجيد. غلام يغطي الكره هنا يخرجها للتماس لصالح منتخب بوركينا فاسو عن طريق باليما. تسترجع جزائريه، مهدي الحسن يسترجعها، يلعبها مباشره لياسين ابراهيمي والتغطيه الدفاعيه. يلا يا ياسين، يلا يا اسلام، يلا يا ياسين، يلا يا ياسين، والحكم يقول خطا. نعم لصالح المدافع ستيف ياغو مدافع نادي تولوز، عمره 21 سنه هذا ياغو فقط. في وسط الميدان الكره جاكاريجا، جاكاريجا كوني يبحث عن بيترويبا، الكره لم تصل في الخلف، الدفاع يلعب مباراته اليوم. حذاري انطلاقه من هناك جاي يسرى، بانانتيكيري يلحقها، بانانتيكيري يرفعها في القائمه الثاني. يا غلام يا غلام يا غلام يا غلام يا غلام يا غلام، لماذا تتردد وفي خطا؟ الحكم قال خرجت من هناك. يا غلام من حسن الحظ الحكم قال خرجت من هناك. تماس لصالح الخضر. 18 دقيقه لعب مشاهدينا الافاضل. دقائق ستحسب بالساعات عندما تكون متفوق، ولكن عندما تكون خاسر وتبحث عن هدف دقائق تحسب ثواني. هكذا هي الحياة وهكذا هي اللعبة. النكهة التي تعطيها لعبة كرة القدم فريدة من نوعها، فريدة من نوعها. ضف إليها نكهة كرة القدم في الجزائر أيضا هي فريدة من نوعها. كرة في التماس تنفذ من هناك على الجهة اليمنى بواسطة اللاعب نصر الدين خوالد. البحث من هناك على الجهة اليمنى على سفيان فغولي، لم يتمكن من هذه الكرة. الحكم خلى الأفضلية ولم يرفع الراية، لا قال خرجت، قال خرجت. حكم المباراة تماس لصالح المنتخب. واو 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 واو، تغييران في نفس الوقت. بونسي خطير، بونسي خطير، بونسي وتراوري، بونسي وتراوري سيدخلان في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو في هذه اللحظات بالذات مع خروج اللاعب زونغو ودخول تراوري، وكذلك دخول اللاعب بونسي في مكان من يا بونسي. ماذا تفعل هنا يا ضايد؟ ماذا تفعل هنا يا ضايد؟ ماذا تفعل هنا؟ روامبا يخرج ويخلي مكانه لا يا ضايد، لا يا ضايد، انت اصلا عندك مشاكل من زمان. لا يا ضايد، لا يا ضايد، هل هناك من يمكن ان يسحب ضايد من خط التماس؟ خليه يقول ما شاء يا ضايد، خليه يقول ما شاء يا ضايد، خليه يقول ما شاء يا ضايد. المدرب البوسني يحتج هنا على ماذا؟ جاك الحكم يا ضايد يا ليلوزيتش، احنا بحاجه الى ان تبقى على خط التماس. اي تغييران. اريستيد بونسي ياخذ مكانه الان، خرج زونغو وخرج روامبا. تغييران في نفس الوقت بالنسبه لمنتخب بوركينا فاسو بعد 20 دقيقه لعب. مشاهدينا الافاضل دائما هدف مقابل صفر في النتيجه. يقول لك الحكم هذا هو المربع الذي يبقى، يجب ان تبقى فيه، وكانه السجن. نعم هو السجن، يجب ان تبقى فيه يا ضايد يا ليلوزيتش، يجب ان تبقى هنا ولا تتعدى ذلك تماما. الكرة في التماس من هناك، نصر الدين خوالد. التماس ينفذ من مكان خروج الكرة. يقول لك الحكم السنغالي بدكر بدر دياتا يبحث عن من هنا، يبحث عن من هنا المدافع نصر الدين خوالد. كرة طويلة، تغطية دفاعية من العملاق بكاري كوني، رجعت لإسلام خوالد خلاها خرجت للتماس. توقفات المباراة بهذا الشكل مفيدة. اللي يبدا الأحسن راح يدخل الآن، يبدا حسن، يبدا اختلطت يحسن بحسن بمحسن بكل شيء.
حسن يبدا راح ياخذ مكانه الان في وسط ميدان المنتخب الجزائري. اين هو طيدار؟ تصور بانه ما يدخلوش طيدار، تصور بانه لانه عنيد فايدر إليزيتش، عنيد في قراراته، عنيد في افكاره، عنيد يلا عنيد مثله. الكره دائما تخرج تماس مره ثانيه، تدخل هنا كان من كارل ميدجاني لصالح المدافع بارانديكيري، يرسلها كره طويله، التغطيه الدفاعيه هنا الحكم يقول خطا لصالحك يا كارل ميدجاني. حذاري من تراوري، حذاري من بيرتران تراوري، وحذاري هذا من المهاجم الخطير بريجيس ناكولما، يلعب في الدوري البولندي، سجل 7 أهداف هذا الموسم مع فريقه منذ انطلاقه الموسم، يلعب كثيرا. التغيير الان في التشكيله الجزائريه، خروج، هل سيخرج ابراهيمي ام من سيخرج؟ نعم ياسين ابراهيمي يخرج ويدخل في مكانه حسن يبدا. حسن يبدا 29 سنه، 22 مباراة، هدفان سجلهما مع المنتخب الجزائري في مشواره. يدخل في وسط الميدان من اجل مدح الكثير من الاستقرار والامان لوسط ميدان المنتخب الجزائري. كرة طويلة، اسلام لم يقدر عليها، هلال يلحق عليها، فاتو هلال، الحكم يقول ضربة مرمى، فاتو هلال والحكم يقول هي ضربة مرمى. مباراة عمرك يا هلال، اتمنى الا تندم على هذه المباراة. اي نعم، لا يمكن ان تخرق السماء ولا تخرق الارض، على كل حال هو السيناريو هو هكذا، ولكن يلا خلينا نحسوا بانكم بادين مجهودات، انتم بادين المجهودات اللازمه، كثير من الحراره والكثير من الاراده تعوضون بها هذه الصعوبه التي تجدونها في هذه المباراه امام منتخب بوركينابي تكتيكيا منظم، غالق اللعب، متجمع في وسطيه الدفاع، غالق الرواقين الايمن والايسر، عارف بان قوه المنتخب الجزائري في فغولي وكذلك في هلال العربي السوداني. الحكم يقول خطا هنا يا خوالد، لا تندفع كثيرا يا خوالد. انا اقول لك لا تندفع، ولكن لو كنت فوق ارضيه الميدان ممكن كنت اندفع اكثر منك. طيب ارجو انك عندما تسمع المباراه لا تلومنا كثيرا. كره ترجع من هناك على الجهه اليسرى لصالح دفاع منتخب بوركينا فاسو مع بارانديكيري، يواصل بارانديكيري تحت ضغط سفيان فغولي، الكره تغطيه من هناك من اسلام خوالد، خرجها للتماس. نقترب من الدقيقه 70 مشاهدي الافاضل، نقترب من الدقيقه 70. التفوق للمنتخب الجزائري، هدف للصفر. تراوري الان عنده الكره، خطير تراوري. اسلام ترجع من عند مهدي الحسن، يلعبها مع هلال السوداني، وصل لاسلام سليماني. اسلام يا اسلام، الحكم يقول خطا. نعم يا حسن يا يبدا خطا، يقول حكم المباراه. انا على الاعصاب، انتم كذلك، من غيروا المحطة، يلا معليش كملوا، شوفوا أين أنتم، من هم في الشوارع، يلا أبقوا في الشوارع، من هم في المساجد أيضا، في سياراتهم أيضا يجوبون شوارع المدن الجزائرية، يلا، لأنه عارف بأن الكثير لا يقدر على مشاهدة مباراة بسيناريو مثل هذا. أنا لو لم أكن أعلق على المباراة لما شاهدتها، صدقوني، لو لم أعلق على المباراة لما شاهدتها بيترويبا يا محمد يا زماموش، محمد لامين زماموش. كرة طويلة منه، البحث عن اسلام، في حاجة لمساندة، اسلام الراس، يتفوق اسلام ولكن هلال بعيد عليه، يتفوق اسلام وهلال بعيد عليه. يلا يا هلال ارجع في مكان اسلام، يلا يا هلال. كرة من هناك، سيدو بارانديكيري يلعبها في وسط الميدان مباشرة مع جاكاري جاكوني، يوصل عليه شارل كابوري. رجعوا اللاعبين الجزائريين الآن الاعتماد على الهجمات المعاكسة. أين أنت يا إسلام؟ أين أنت يا هلال؟ التغطية ترجع للخلف ناحية باليما شارل كابوري، يوصل عليه تراوري على الجهة اليمنى، خطير تراوري بيسراه، يرجع للخلف تماما لشارل كابوري. شوف الخبرة اللي عندهم كيف يلعبوا بهدوء وبرصانة، شوف عارفين ما خاسرين بهدف مقابل صفر، ولكن من دون ارتباك ومن دون تسرع، عارفين بأن الكرة تبنى، اللعب يبنى والكرة تبنى. ما كاش خطأ سيد الحكم، ما كاش. مهدي مصطفى تلعب لهلال سليماني، يرجع لمهدي الحسن، هلال سليماني مرة هلال السوداني يلعب على الجهة اليمنى مع حسن يبدا، يلحقها حسن في حاجة للمساندة أمام زوج لاعبين. حسن يبدا لمسة يد، نعم، واو لمسة يد في كرة لم نكن نأمل منها شيء، لأنه حسن يبدا كان أمام لاعبين اثنين، نعم لمسة يد، صفرها وشافها حكم المباراة الحكم السنغالي دياتا. في المخالفة سفيان فغولي لصالح المنتخب الجزائري قبل 20 دقيقة من العبور إلى ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا والبرازيل. قبل 20 دقيقة من العبور سفيان فغولي في تنفيذ هذه المخالفة للخضر كناية يعني لعناصر المنتخب الجزائري. في القائم الأول يا سفيان، ولكن ليس عند القائد شارل كابوري. في القائم الأول يا سفيان، يرفع القائم الثاني سفيان. واو
ببضع سنتيمترات فقط. هذه الكرة من سفيان فغولي رماها في القائمة الثانية أمام الحارس داوود دياكيتي. هاي كرة سفيان، أي كرة من هناك بوركينابية. الحرارة الجزائرية موجودة فوق أرضية الميدان، تلعب في وسط الميدان. جاكاريجا هلال السوداني كاد يلحق، تبقى بوركينابية. شال كابوري يوصل على الجهة اليمنى مع بنجامين باليما لتراوري. انطلق تراوري على الجهة اليمنى، يمررها في العمق تراوري، والتغطية من مجيد. يا مجيد للتماس للأمان للاطمئنان. ارمي الكرة أينما كانت، ارمي الكرة يا مجيد في رؤية مثل هذه. باليما في تنفيذ التماس، يلعبها لشال كابوري. بيترو يبون، والتغطية هنا من مجاني. كادت تمر هذه الكرة. يبدا في لمسة يد. نعم يبدا أنت تفرج انت ما تفرجت في الهدف الثاني الذي سجله البوركينابيون علينا في واغادوغو من شهر من اليوم. فوزي غلام، مباراة عمرك، تدرك جيدا بأنك ستشارك في مونديال البرازيل وعمرك 21 سنة. هناك من بلغوا 40 ولم يشاركوا، هناك من ماتوا ولم يشاركوا في المونديال. فوزي غلام، كرة أرضية رائعة لمهدي الحسن. مهدي الحسن يوصلها من دون خطأ، وانطلاقة من هلال السوداني. هاي كرة صعبة. هلال السوداني، روح يا هلال. لا يا هلال، مهدي الحسن لا يقدر على الجري بهذا الشكل. أنت تقدر، أي نعم هو لا. خوالد من هناك، نصر الدين بعقلك يا نصر الدين، يوقف الكرة. نصر الدين خوالد جنبت في وسط الميدان. مهدي الحسن يلحق على الكرة. مهدي مصطفى لسفيان فغولي. سفيان فغولي يلعب مع سليماني. يا سليماني مع سفيان وبكاري كوني للتماس لصالح المنتخب الجزائري. في نقترب من الربع ساعة الأخير بعد حين. أين أنتم يا جماهير المنتخب الجزائري بتشجيعاتكم وهتافاتكم ودفعكم لعناصر المنتخب الجزائري؟ أين أنتم؟ الكرة من هناك في التماس لصالح فوزي غلام. يرسل خوالد ينفذ التماس، يلعبها مع حسن يبدا هي الكره يغطيها كما ينبغي. حسن يبدا يرجع خوالد يرفعها في القائمه الثانيه. كره مرفوعه كثير سهله للحارس، كرات مثل هذه يجب ان تكون ممتده تمضي يا خوالد، وليس هكذا مرفوعه سهل من مهمه الحارس انه يخرج ويلتقطها. الكره لم تخرج. تراوري من امام هلال السوداني، ترجع له تراوري مره اخرى. جزائريه ضغط كبير، ترجع لمهدي الحسن. هي ممتازه لسام سيماني. اوه في خطا. نعم يا اسلام، في خطا يا اسلام. نعم في خطا يا اسلام. صفر حكم. ارجع يا اسلام، ارجع يا حسن يا يبدا ماذا تفعل. تدخل هنا جزائري. اسلامي وخطا لصالح المنتخب الجزائري. اسلام سليماني وخطا لصالح المنتخب الجزائري. هل نقدر نقول لكم بأن الجزائريين متحكمين في المباراة؟ هل نقدر نقول لكم بأنكم متحكمين في المباراة؟ بطاقة صفراء لياغو هنا. شوف الإعادة مرة ثانية هنا في الخطأ في لمسة يد. صفر حكم المباراة ضد ستيفياغو. البطاقة الصفراء الثانية لعناصر منتخب بوركينا فاسو بعد شال كابوري. وحدة للجزائريين لصالح مجيد بوقرة كان يستحق عليها. خلينا نقول نحن رياضيون يعني ونقدر امور مثل هذه. اي نعم الحكم ظلمنا في لقاء الذهاب. قولوا لي لماذا منح لهم ضربة جزاء؟ هذه مباراة وهذه مباراة. مجيد بوقرة ارتكب خطأ كان يستحق عليه البطاقة الحمراء. الكرة في المخالفة لصالح المنتخب الجزائري. هاو مكانك يا فوزي يا غلام. هاي كرة مثل هذه في المكان اللي ممكن لا بعيدة. سفيان فغولي، الكرة غير مرفوعة كما ينبغي. التسديدة مثل ما جاءت من مهدي مصطفى. خرجت مباشرة ضربة مرمى لصالح الحارس البوركينابي داوود دياكيتي. من هناك على الجهة اليسرى بانان ديغيري يرسلها دائما لصالح عناصر المنتخب البوركينابي. تسترجع جزائرية من مهدي مصطفى، استرجعوا كل الكرات وانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى من فوزي من سفيان فغولي. رجعت لحسن يبدا للتماس. يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري المتفوق مشاهدي الافاضل بهدف ل0 قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. هل يمكن ان تخطئ سيد الحكم وتصفر الآن؟ أنا أقول أي كلام. الكرة في التماس ينفذ صلاح المنتخب الجزائري. حسن يبدأ يغطيها. حسن يبدأ يبحث عن المراوغة. حسن يبدأ يراوغ وضربة مرمى. نعم ضربة مرمى يا حسن. يقول الحكم ارجع يا حسن، دخلت منذ حين. أي نعم نلعب بدفاع متقدم متموقع فوق في كل الكرات في الثنائيات. خسارة أنه يضيع هذا الجهد، خسارة لو يضيع هذا الجهد يا رب. كرة طويلة. مهدي الحسن يدفع.
من امام بونسي فوق عليه بالراس وبوركينابي. الكره الحكم يقول خطا، صفرها لصالح المنتخب البوركينابي، لصالح بيترويبا ولصالح وسط الميدان شارل كابوري. ركز يا حسان، ركز يا حسان، التركيز الى غايه اخر رمق واخر لحظه. شارل كابوري يبحث عن بونسي، يلعبها ترجع له مره ثانيه، يلعبها مع تراوري على الجهه اليمنى. تراوري بمراوغاته وتسديداته، تراوري يرفعها في العمق وسهله لزماموش. يا لمين يا محمد يا زماموش يا اتحاد العاصمه يا منتخب الجزائر، يلتقط هذه الكره ويستلمها. لعبنا لحد الان 77 دقيقه مشاهدي الافاضل، هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الجزائري. لمين زماموش ولا كره صعبه ولا كره خطيره على مرماك، حرام يعني لو يضيع هذا الشيء. من هناك في سفيان فغولي يلعب على الجهه اليمنى مع اخوان، ترجع لسفيان مره ثانيه، كره صعبه لصالح المنتخب الجزائري. سفيان فغولي ارضيه رائع يا سفيان، ترجع مرة ثانية لخوالد، يلعبها مع مهدي مصطفى. مهدي مصطفى يبحث عن سفيان، ماهوش متسلل، هيلة من سفيان يرفعها مرة ثانية. يا إسلام ماذا تفعل هناك؟ عفوا يا هلال يا سوداني ماذا تفعل هناك؟ الكرة للتماس. لين التماس سيد الحكم. ماذا قال؟ الحكم قال ماذا للمنتخب الجزائري؟ شوفوا معايا إسلام هلال السوداني ضربها في المدافع، خرج التماس لصالح المنتخب الجزائري. خرج التماس لصالح المنتخب الجزائري. يقول حكم المباراة ولصالح غلام التغيير الثالث الآن في التشكيلة البوركينابية في هذه اللحظات. يخرج المدافع ستيفياغو في هذه اللحظات ويدخل في مكانه تراوري سيبيري. التماس في التنفيذ، غلام بيده في شكل الكراكونية يرميها كرة طويلة. شوف الوجوه كيف هي مشدودة، شوف القلوب كيف هي معلقة من رجال الأمن الواقفين أمام خط التماس. فوزي غلام يرسل كرة طويلة ناحية إسلام سليمانية، تغطية دفاعية رائعة هنا، تبقى جزائرية. من هناك نصر الدين خوالد، حسن يبدأ لم يتمكن منها، والانطلاقة من شارل كابوري، كرة طويلة يا كارليا مجاني يرسلها كرة طويلة، تغطية دفاعية مرة ثانية، خليها يا نصر الدين. اي الله يا كارليا مجاني، كرة طويلة يرفعها تماما إسلام سليماني يتفوق بالراس، تروح مباشرة إلى السوداني، يرجع لحسن يبدأ يلعب مع إسلام باليسرى. إسلام لم تكن في وضعية حسنة للتسديد يا إسلام يا سليماني، لم تكن في وضعية حسنة للتسديد. ما زال الجزائريون يضغطون، ما زال الجزائريون يهاجمون، ما زال الجزائريون يصعدون، ما زال الجزائريون يبحثون عن هدفا ثانيا قاتلا يخلصون من هذا العبء ويخلصوننا أيضا من هذا الهم والغم. والكرة في الركنية لصالح حسن يبدأ. 11 دقيقة بقات فقط قبل نهاية المباراة، خلوني نسرق شوية ثواني. حسن يبدأ في تنفيذ الركنية، يرفعها في القائمة الثانية، كرة صعبة وخطيرة والحارس يصدها. ما زالت يا إسلام، ما زالت من هناك على الجهة اليمنى التغطية من سيبيري، تراوري سيبيري، تبقى جزائرية. سفيان فغولي عنده الكرة، سفيان يواصل دائما، سفيان يرفعها، سفيان هيلة ممتازة، سفيان وبكاري كوني خرجها مرة ثانية، تبقى بالبوركينابية. تعبوا اللاعبين البوركينابيين، تعبوا من ضغط الجزائريين، تعبوا. شوف 1 2 3 4 5 انتم كلكم في منطقة بوركينا، ماذا تفعلون من دون كرة بعيدة على سفيان. هذه الكرة خرجت مباشرة، ضربة مرمى لصالح الحارس داودا دياكيتي. 3 تغييرات في منتخب بوركينا، تغيير واحد في منتخب الجزائر. يا أيها العنيد ألم يحن الوقت لكي تغير؟ يا أيها العنيد ألم يحن الوقت لكي تغير؟ طبعا أنت السيد وأنت الذي تقرر. 10 دقائق الأخيرة الآن، هو مجرد رأي. انطلاقة من هناك، فاراندي ديغيري عنده الكرة، يبحث عن الثغرة، يرجع للخلف، مضطر تلعب ثلاثية، الكرة تسترجع جزائرية. حذاري من تراوري، خطير جدا، يلعب من هناك على الجهة اليسرى. ساعدوه خوالد. واو هايل يا مصطفى، هايل يا مهدي مصطفى، يوصلها مباشرة لسفيان فغولي، يطلبها إسلام، انطلق متسلل. أنت يا هلال يا سوداني راك متأخر. ليس هلال اللي نعرفه، ليس هلال السوداني الذي نعرفه، وليس هلال السوداني الذي لعب كل المباريات لحد الآن ببراعة بامتياز. هلال السوداني الذي سجل 9 أهداف في 18 مباراة بمعدل هدف في كل مباراتين. الكرة في المخالفة لصالح بكاري كوني. صاروا الآن ب3 مدافعين يلعبوا تقريبا لاعبين البوركينابيين، 3 خلاص. طويلة الكرة، بونسي بالراس، يلعب من هناك متأخر يا خوالد. تراوري، واو قلت لكم خطير في تسديداته تراوري، هذا تراوري قاتل. التسديدة من تراوري سيبيري، الكرة مرت جانبية عن مرمى الحارس محمد لامين زماموش. الفرصة الوحيدة إذا حسبناها فرصة هذه لمنتخب بوركينا فاسو منذ انطلاقة المباراة. الكرة ضربة مرمى، يقول حكم اللقاء. هل قدر الجزائر أنها تتأهل إلى المونديال كل مرة بهدف هكذا
بهدف واحد فقط يخلي الناس تحبس انفاسها. الكرة من هناك عن طريق نصر الدين خوالد، يرفعها كرة عرضية، تغطية دفاعية تسترجع من شهر كابور، انطلق من وسط الميدان مع سفيان فغولي، لم يتمكن من هذه الكرة، حذاري من تمريرات في العمق. هاي كرة أرضية وكارل مجاني في خطأ سيد الحكم. نعم سيد الحكم يقول خطأ لصالح أصحاب الزي الأبيض عناصر المنتخب الجزائري. مجيد بوقرة يطلب تغيير مش عارف ليس له ولكن للاعب آخر، مش عارف يقول للمدرب بأنه كاين حاجة يعني كاين شيء ما مش عارف، يا ريت يقول لا. كرة في المخالفة، كارل مجاني يرسلها كرة طويلة، البحث عن اسلام سليماني رغم وجود كوني الا انه مكافح ومصارع ويصارع على الكرات العالية المرفوعة. اليوم انت افضل من هلال السوداني، ولو انه لا مجال للحديث عن من هو افضل او اسوأ، لكن المجال للحديث عن مجموعة، عن فريق، عن قلب واحد، عن رجل واحد، عن عقل واحد يلعب من اجل منح فرحة جديدة للجماهير الجزائرية. مهدي مصطفى يرجع الكرة، تروح مباشرة لإسلام سليماني، لم يتمكن منها، رجعت لبكاري كوني، بكاري كوني كرة عرضية على الجانب من ناحية باليما، فاتو تماس لصالح المنتخب الجزائري في هذه اللحظات. محاربو الصحراء يجوبون المستطيل الأخضر لملعب مصطفى شاكر في البليدة طولا وعرضا، يلعبون مباراة بطولية في هذا الشوط الثاني، لأن مباراة من هذا النوع ليست مباراة لا فنية ولا تكتيكية ولا بدنية بقدر ما هي مباراة رجولية فوق أرضية ميدان دون الحاجة إلى تحفيز. أنتم لستم بحاجة إلى تحفيز، أي نعم بحاجة إلى تشجيع جماهيري، أما التحفيز الآخر من نوع آخر فأنتم لستم بحاجة إلى ذلك تماما. وحتى هايل يا خوالد، هايل يا خوالد، يخرج الكرة هنا، كاد يفلت المهاجم البوركينابي، كاد يفلت المهاجم البوركينابي. تونسي هذا خطير، تسترجع الجماهير سكتة، جماهير سكتة مرة أخرى. تعبتم أي نعم، قادرين أي نعم. لماذا ودخلتم على الساعة 8 صباحا؟ لماذا غنيتم من دون أن يدخل عناصر المنتخب الجزائري والآن توقفتم؟ يلا يا هلال، يلا يا هلال. هلال سليماني يلعبها مع فوزي غلام، فوزي غلام كرة ممتازة. يا مهدي الأحسن، مهدي مصطفى لم يتمكن من هذه الكرة. التغطية من هناك عن طريق إسلام خوالد، يوصلها مباشرة لسفيان فغولي. هي الكرة سفيان تضيع له مرة ثانية، تروح لباناندي تيكيري، يلعبها على الجهة اليسرى من هناك بوركينابية، ترجع لباناندي تيكيري، مش عارف إذا نطقت اسمه صحيح أم لا. كرة مرفوعة في العمق لبونسي يا مجيد، لبونسي يا مجيد، خليه يضرب فيك يا مجيد، خليه يضرب فيك يا مجيد. كرة من حسن يبدا، وصلت لإسلام سليماني، وصلها لفغولي، فغولي يبحث عن إسلام، يلعب له مرة ثانية، إسلام يرجع مرة ثانية لفغولي، يرجع له للخلف تماما ناحية خوالد، خوالد الكرة أرضية، البحث عن فغولي والتغطية الدفاعية من هناك. الكرة لم تخرج، أنت متأخر يا خوالد. حسن يبدا، لا ترجع الكرة بوركينابية، يا سفيان، ارجع يا سفيان، بوركينابية تمشي الكرة كما ينبغي. أنت يا خوالد، أين أنت يا خوالد، أين أنت يا خوالد؟ هايل يا مجاني، هايل يا مجاني. ترجع بوركينابية، يواصل بالجاني في الضغط من دون خطايا كارل، من دون خطايا مجاني. يلا يا سفيان فغولي، 6 دقائق فقط، 6 دقائق بقيت على عمر المباراة، 6 دقائق بقيت عن الطريق إلى المونديال يا ناس، 6 دقائق فقط في مباراة شاقة ومتعبة، شاقة ومتعبة وصعبة كنتم فيها رجال في الشوط الثاني. سقط من طايدار يدخل الآن، طايدار يدخل الآن. يلا يا سفير ابتسم شوية، ادخل شوية، حتى ولو أنك غضبت لأنك لم تلعب أساسي، ولكن معليش عمرك 21 سنة، أنت ستشارك في المونديال. استمع ماذا يقول لك فايد، استمع ماذا يقول لك فايد يا سفير. خلع طايدار، يقول كيف يتكلم معي بهذا الشكل؟ ماذا يقول؟ هو يتكلم فرنساوي صعب على كل حال. فايد لوزيج، من خرج مهدي مصطفى. شوف في هذه الظروف نقول من خرج سفير طايدار، دخل مهدي مصطفى، خرج مهدي مصطفى، معاناة كبيرة، ضربة في القفص الصدري، ضربة في الصدر، ضربة في الرجل، راح يشعر بأشياء كبيرة لما يبرد. سفير طايدار يدخل في مكانه الآن في التغيير الثالث في التشكيلة الوطنية قبل نهاية المباراة بفقط 5 دقائق مشاهدي الأفاضل. يلا يا سفير يا طايدار، يلا يا سفير يا طايدار. عمره فقط سفير طايدار 21 سنة، وسط ميدان انتر ميلانو الإيطالي. القلوب كلها مشدودة، القلوب كلها مشدودة. بقات 4 دقائق وشوية. سفيان فغولي، إسلام سليماني يتفوق عليه من؟ إسلام سليماني وسفيان، إسلام وسفيان، راح إسلام وحده سوداني، راح إسلام يبحث عن سوداني، يواصل إسلام، مضطر يتوقف، يبحث عن من؟ ويستفيد من تماس أو ركنية، يستفيد من تماس. بقات 4 دقائق، 4 دقائق يا أبنائي الأعزاء،
4 دقائق. البرازيل أمامكم وخيول بنفيكا وخيول بوركينا خلفكم. أعرف جيدا بأن المهمة ليست سهلة، أعرف جيدا بأن المهمة لم تنتهي، أعرف بأننا لم نتأهل بعد. ماذا أقول؟ ماذا تقول يا حفيظ؟ ماذا تقول؟ الكرة في التماس من هناك عن طريق خوالد يطلبها إسلام، وصلته إسلام بالراس يبحث عن المن. الكرة جزائرية، سفير طيدير أول كرة ضيعها. معليش يا سفير، معليش يا ظفير، معليش يا سفير. في وسط الميدان بيترويبا يلعبها مهدي الحسن يسترجعها. مهدي الحسن لمن؟ اسلام سليماني راجع من وراء التسلل. الكره بركنابيه عن طريق المدافع باراندي ديكيري، رجعت له مره ثانيه. خلاص هذا اسمه خطا صدقوني. الكره بركنابيه على الجهه اليمنى مع باليما من العمق يلعبها من هناك مع بكاري كوني. حرام تضيعوا هذا التأهل، حرام تضيعوا هذا التأهل، حرام يا مجيد، حرام تضيعوا هذا التأهل يا محمد يا لمين يا زماموش. الله يا سلام عليك يا جزائر. الله في هذه اللحظات الأخيرة. الدقيقة 87 محمد لمين زماموش يرسلها لإسلام. راح إسلام يلا يا إسلام ضربة جزاء. الحكم يقول لا معلش اعطينا هديه مثل ما اعطاها الحكم في لبوركينا في لقاء الذهاب. هلال السوداني على الجهه اليسرى، هلال السوداني واصل دائما عنده الكره يطلبها اسلام فغولي في القائمه الثاني يرفعها هلال. الكره ضربه مرمى. ارجع يا هلال، بقيت دقيقتين قبل نهايه المباراه، قبل نهايه المباراه، دقيقتان فقط قبل نهايه المباراه. معليش يا اسلام بونسي بالراس يتفوق عليه من؟ رجعت لسفير طيدير، قال له لا تصعد، ابقى هنا في الوسط يا سفير، قال له ابقى هنا. الحكم يقول خطأ لهلال السوداني. دقيقتان قبل نهاية المباراة. هل تدركون بأنه لم يبقى من عمر المباراة سوى دقيقتين؟ قبل نهايتها وقبل أن يتأهل الخضر. أعرف بأن الكثير من الجزائريين لن يشاهدوا ما تبقى من عمر المباراة. لأنهم يخافون في اللحظات الأخيرة، حبا وعشقا لمنتخب بلادهم. الكرة على جهة اليسرى. إسلام هل أنت متسلل؟ الحكم المساعد لم يرفع الراية. ليس الوقت يا إسلام، ما زال الوقت يا إسلام. وصلها لمهدي الحسن يلعبها كرة عرضية لمهدي حسن يبدأ. الكرة لم تكن قوية يا حسن، أحد اللاعبين سقط. ارجع يا طيدير، أرجو أنك موجود في الخلف يا طيدير، كنت تتوقع أن تلعب أساسي. على الجهة اليمنى بيترويبا خطير يلعبها وابو قرة أخطر. الحكم ماذا قال؟ هل يوقف المباراة؟ نعم وقفها، قال في خطأ. الدقيقة 89 من عمر المباراة يا ناس، الدقيقة 89. فؤاد قدير سيدخل في هذه اللحظات من عمر المباراة. في مكان من؟ في مكان هلال السوداني أم في مكان من؟ أم في مكان الحسن؟ سوداني أم الحسن؟ الحكم ماذا يقول هنا؟ الله الثواني الأخيرة من عمر المباراة. الجزائريون في الطريق إلى المونديال. هل ستبقى دائما المبدأ والجزائريون لا يخسرون في شهر نوفمبر، ويتكرر ماذا حدث منذ 4 سنوات بالضبط في 18 من نوفمبر 2009 عندما تأهلنا إلى جنوب إفريقيا في عهد القواوي وشوشي ورحو وزاوي والمشية وعنتر يحيى وبالحاج ومنصوري وزياني وصيفي ومطمور وغزال وغلاس الكبير طبعا وغيرهم من اللاعبين الجزائريين، من دون أن ننسى حليش الغايب اللي عنا اليوم لأنه مصاب، وغيرهم من اللاعبين الذين لم أذكرهم. هي الجزائر الولادة تكرر الإنجاز بجيل آخر يقوده فوزي ومصطفى وسفير وإسلام وهلال وسفيان وإسحاق وياسين وغيرهم. الجزائر إلى المونديال. 90 دقيقة انتهت. هل تعرفون بأن 90 دقيقة انتهت؟ هل تعلمون وتدركون بأن 90 دقيقة انتهت؟ الله أكبر. يا سلام عليك يا جزائر، لا تبخل على أبنائها فرحة أخرى في شهر عظيم بفضل هذه الجماهير وبفضل جيل جديد لا ينكسر،
جيل يخسر، نعم يخسر في بوركينا فاسو ولكنه لا ينهزم، وجيل لا يكتفي بالفوز بل ينتصر ويتأهل إلى المونديال. لم يتأهل بعد ولكن خلوني نعبر، يتأهل، ينتصر على ظلم الحكم في لقاء الذهاب، وينتصر على الضغط الرهيب الذي عاشه هذه الأيام، وينتصر على كل المشككين في قدرات أبنائنا على الوصول إلى المبتغى بعد التعثر في نهائيات كأس إفريقيا في جوهانسبورغ. تذكرون في الأيام الأولى لفلاحات فايد قلنا لكم آنذاك صبرا يا ناس على منتخبنا، صبرا يا ناس على منتخبنا، فصبر من صبر وشكك من شكك. المنتخب الجزائري يتوجه إلى التأهل إلى المونديال. تخرج الكرة للتماس، يقول حكم المباراة لصالح المدافع الأيمن باليما. كم هو الوقت بدل الضائع؟ 4 أم 5؟ يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد، ارجعوا للخلف. الكرة بوركينابية. يا زماموشا، يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة. ايما يا اللحظات الأخيرة، كم هي صعبة اللحظات الأخيرة، كم هي صعبة اللحظات الأخيرة، كم هي صعبة اللحظات الأخيرة. صبرا آل الجزائر، صبرا آل الجزائر، صبرا. الحكم يقول لا مش معقول، لا تغيير. كنت أفتكر بأنه قال 10، كنت أفتكر بأنه قال 10 تغيير. في هذه اللحظات يدخل فؤاد قدير. من خرج؟ هل هو سفيان فغولي؟ كنت أعتقد بأن الحكم قال 10 دقائق من الوقت بدل الضائع. أمر عجيب ورهيب. ركنية الحكم المباراة يقول لمنتخب بوركينا فاسو، ركنية حكم المباراة يقول لبوركينا فاسو. أنا لا أشاهد، أنا لا أريد أن أشاهد. يخرج سفيان فغولي، يدخل قدير. لا أريد أن أشاهد هذه الركنية سادتي الكرام، لا أريد أن أشاهد هذه الركنية، لا أريد أن أشاهد هذه الركنية أرضية. والحكم ماذا قال؟ الحكم ماذا قال؟ تعاد. لماذا تعاد سيد الحكم؟ لماذا تعاد سيد الحكم؟ لماذا تعاد يا سيد الحكم؟ الكرة في الركنية مرة أخرى. عندما تعاد راح ينفذها أحسن مما نفذها الآن، عندما تعاد راح ينفذها أحسن مما نفذها الآن. شكرا أيها القائد، شكرا لك أيها القائد، شكرا. بونسي بالراس. الكرة صعبة وخطيرة. يلا يا سوداني. شكرا لك أيها القائد، شكرا لك أيها القائد. الحكم قال 4 دقائق، الحكم قال 4 دقائق. يلا يا جماهير الخضر، يلا يا ال4 دقائق كم ستكون طويلة، ال4 دقائق كم ستكون طويلة وشاقة. الكرة على الجهة اليمنى مباشرة مع بريجيس المحكولما، يلعبها في وسط الميدان. الكرة مرفوعة يا مجيد يا بوقرة بونسي معاك، يا مجيد يا بوقرة بونسي معاك، يا مجيد يا بوقرة، يا محمد يا لمين يا زمام. شكرا. يلتقط هذه الكرة دفاع المنتخب الجزائري في اللحظات الأخيرة. ماذا حدث منذ حين؟ كيف ضربت الكرة في القائم؟ كيف ضربت الكرة في القائم؟ قلت لكم بلدان الكرة غدارة وصعبة، غدارة الكرة وصعبة، غدارة الكرة وصعبة. الحكم صفر؟ لا ما صفرش، لا لم يصفر، صفر نعم. الله أكبر، الله يا سلام عليك يا جزائر. الله الله يا جزائر. المنتخب الجزائري في المونديال، نعم للمرة الثانية على التوالي، الرابعة في التاريخ. الله أكبر على جزائر نوفمبر التي لا تخسر في شهر نوفمبر. الجزائريون لم يكتبوا التاريخ اليوم لأنهم سبق لهم وأن فعلوا ذلك 3 مرات، وإنما التاريخ هو الذي سيكتب بأن الجزائر تأهلت إلى المونديال للمرة الرابعة بجدارة واستحقاق. وجيل آخر من الشبان، من المحترفين ومن المحليين الذين أبانوا عن عشق. هل صفر الحكم أم لا؟ صراحة ال4 دقائق لم تنتهي، ال4 دقائق لم تنتهي. الحكم صفر، نعم صفر. الحكم صفر، نعم سكر. الحكم صفر، نعم سكر. شكرا لك يا حليلوزيتش، نقول لك فقط شكرا على أنك صرت جزائريا بامتياز، ومبروك على إليك التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما قدت كوت ديفوار منذ 4 سنوات وحرموك من الإشراف على منتخبها في جنوب أفريقيا. نحن لن نغدر بك يا وعيد، لن نحرمك من ذلك لأنه حقك، وقد صرت واحدا منا، وننتظر وعدك بأن نشارك في البرازيل من أجل التأهل إلى الدور الثاني وليس من أجل المشاركة كما قلت. يكفي أنك من المدربين القلائل الذين أشرفوا على الجزائر ولم يحتج عليه الجمهور الجزائري مرة واحدة رغم خياراتك التي كانت جريئة، ورغم الانتقادات القاسية لبعض الفنيين الذين أحرجتهم بعملك وطالبوا برحيلك
في شهر يناير بعد كأس افريقيا في جنوب افريقيا، لكنك اظهرت بانك جزائري اكثر من بعض الجزائريين الذين كانوا للاسف الشديد يحزنون لفوز الجزائر في كرة القدم. قلت لكم يقال بان الذي لم يشارك في نهائيات كأس العالم فكأنما لم يشارك، ولكن اليوم اقول بان الذي لم يشارك في البرازيل فكأنه لم يلعب كأس العالم، لم يلعب كأس العالم. الجزائريون لا يشجعون الجزائر من اجل انتصاراتها لانهم يعشقون الجزائر قبل ان يعشقوا منتخبها. اكررها واقول في الاخير وطني ارجو العذر ان خانتني حروفي وكلماتي، لان قواميس وحروف وكلمات الدنيا لن تكفي للتعبير عن مشاعرنا الليله. نعم ارجو العذر لانني مجرد عاشق من بين الملايين حاول ان يتغنى بحب هذا الوطن في لحظات تاريخيه اخرى يسجلها الشبان بعرقهم وجهدهم ورغم كل الشكوك والانتقادات. برافو ايها الشبان، شكرا لكم على هذه الفرحه التي منحتمونا اياها، على هذه الهديه الغاليه في شهر نوفمبر، شهر الثوره وشهر الانجازات والبطولات. والان فقط يمكن للجماهير ان تستريح من الغم والهم الذي عاشته طيله شهر من الانتظار، وتفرح وتطلق العنان لافراحها في وقت نحن بامس الحاجه الى فرحه تنسينا الهموم ولم مؤقتا. اما انا فكم كنت اتمنى مثل الكثيرين ان اكون معكم لارفع العلم عاليا في شوارع ديدوش.